بيقولك الحلم ممكن يبقى أمل، بس لما الحلم يبقى كابوس بيكرر نفسه 1000 مرة. يبقى في حد لازم يصحى ويكسر اللعنة بنفسه. ناري شاب متهور مش بيخاف من حد، دايما رافع شعار أنا ما بخسرش. لكن لما حلمه عن فتاة غريبة يتحول حقيقة ويفوق يلاقي نفسه في عالم تاني وسط وحوش بتفترس وضباب بيحول الناس لحجر، ساعتها ما بقاش في وقت للأسئلة، إما تواجه أو تختفي وسط صراخات المجهول. ومع أول قتال، أول هزيمة، وأول وعد إنه مش هيسيب اللي بيحبها تموت تاني، بيبدأ القدر ينقلب وبيصحى جواه شيء مش بشري. دي مش مجرد مغامرة، دي بداية أسطورة جديدة، وده مجرد أول مشهد بس. بيبدأ الانمي بتاعنا بولد بيهرب من الوحوش وبيكون ماسك ايده علشان متعورة، وبيكون اسمه ناري وبيسأل نفسه انا فين والوحوش دي، لكن الوحش بيهجم عليه وفجأة بتظهر بنت قدامه وبتمسكه من ايده علشان تهربه من الوحش، وبيكون اسمه تسوكي وبتخبيه ورا صخرة لحد ما الوحوش بتمشي. فبيشكرها ناري وبيعرفها انه كان ممكن يهزم الوحوش لوحده لكنه مصاب في ايده وانه مش بيخسر قدام اي حد. وفجأة بيظهر حيوان صغير معاها وبتلاحظ تسوكي ان ناري اتفجع منه وكان خايف، وبيطلع على الصخرة وبيعرفها ناري انه ممكن يضرب اي حد لكنه متعور. فبتقول تسوكي ده انت طلعت قوي جدا. فبيعرفها ناري انه مش بيخسر. فبتقول تسوكي ان الدور عليه المرة الجاية علشان ينقذ حياتها لما تكون في خطر بقوته الكبيرة اللي بيقول عليها. وفي اللحظة دي بيحس ناري انه معجب بتسوكي ولسه هيقول لها بنلاقيه صاحي من حلمه ومتكتف في العمود، وبيكون في عصابة قاعدين قدامه وبيتريقوا عليه وبيعرفوه انه جه المنطقة بتاعتهم وكمان معوج عليهم علشان كده هيعاقبوه، وبيسألوه فين البنت اللي كان بيحلم بيها. فبيقول ناري يا ترى هشوفها تاني امتى، لكن واحد من رجالة العصابة بيتوقع ان البنت دي اكيد حبه الاول، وبيقول ناري ان ده الحلم رقم 1999. وواحد تاني بيقول انه اكيد عايش في عالم من الخيال ولسه بيضحكوا عليه فبيضربوا ناري برجله، وبيقول ان ده مش حلم وان البنت دي هو معجب بيها بجد وحقيقة وانه قابلها قبل كده. وهنا بيتجمع حواليه رجالة العصابة وبيطلبوا منه يعتذر وبيعرفوه انه مش هيقدر عليهم لانهم كتير ويعترف انه انهزم وخلاص. ولسه بيضربوا واحد منهم بالعصاية بيوطي ناري راسه وبتيجي الضربة في العمود، وهنا ناري بيضربه براسه بيقلبه على الارض كل ده وهو متكتف، وبيعرفهم ان شعار عيلته هو انه ما يعترفش بالهزيمة قبل ما يموت حتى لو هيخسر حياته. بعبارة تانية ناري مش بيخسر ابدا. فبيقول واحد من العصابة ان دي اكتر حاجة بتضايقهم منه، فبيطلب منهم ناري انهم يقربوا عليه وبيقول عليهم شوية عيال جبنة، وبعد كده بيحاولوا يضربوه واحد ورا التاني لكن ناري بينفخهم. وبعد كده بنلاقي ناري راكب السكوتر وبيقول كأنه مفكرني هتهزم قدام شوية اغبياء زي دول، وبيقول لنفسه انه هيحافظ على الوعد اللي بينه وبين البنت اللي معجب بيها مهما حصل، وانه ما كانش حلمه واكيد هيقابلها تاني في يوم من الايام. وهو ماشي بيشوف الحيوان بتاعها ولما بيرجع له بيهرب منه الحيوان وبيجري وبيكون في عربية هتخبطه، فبينقذ ناري الحيوان ولما بيمسكه بيلاقي نفسه اتنطر من على الاسوار بتاعه وبيقع في الغابة، ولما بيفوق بيلاقي نفسه واقع على خشبة مسرح وقدامه البنت اللي معجب بيها وبتسأله ايه اللي بيحصل هنا، وبيكون ناري مفكر ان ده الحلم رقم 2000. وبيقول ناري لتسوكي انه اخيرا شافها وبيسأل اذا كانت فاكراه ولا لا وانه الشخص اللي انقذت حياته، لكن السوكي مش بتكون فاكرة حاجة وكل همها انها دلوقتي في مسرحية وبتقدم عرض، وشكل كده ناري بوظ العرض لما وقع. وبيسمعوا الناس عمالة تقول على ناري مين المهرج ده بيعمل ايه هنا، وبتحاول السوكي تاخد خطوة لورا وتبعد عن ناري، لكن ناري بيقول لها ايه ده هو انت مش فاكراني واحنا وعدنا بعض اننا نحب بعض ولا ايه في بستان بامب لو فاكرة، لكن مش بيلحق يكمل كلامه وبيقع الحيوان بتاعها على راسه. وبتفضل تسوكي تصوت وبتسأل بنت شعرها اخضر وهي بتضحك اذا كان كل اللي بيحصل في المسرحية متخطط له ولا دي حادثة كده، فبتقول كازورا ان ده مش متخطط له. فبتقول البنت ان الموقف اللي حصل ده ممتع اكتر من الرقصة نفسها ب100 مرة كمان. وهنا بيقول سين معاه حق وانه بيحب الاحداث اللي مش متوقعة، لكن النهارده يوم مميز يعني ما كانش ينفع الغلطة دي تحصل في الوقت ده بالذات. وبعد كده بيستخدم سي اجهزته وبيكتف ناري علشان ما يتحركش وكمان علشان بوظ العرض، وبيقول عليه انه غبي. فبيتعصب ناري وبيقول لسي هو مين الغبي، فبتطلب منه تسوكي انه يسكت ويمشي وبتلطشه بالقلم، وبيقعد ناري وايده على خده من القلم اللي اخده وبيقول ان سوكي اكيد بتكرهه وبيكون مش عارف يعمل ايه. فبيلاقي ولد صغير بياكل حاجه فبيساله اشتريتها منين، ولما بيروح المحل علشان يشتري واحده مش بيقدر يشتري حاجه لانهم مش بيستخدموا الفلوس النقديه، فبيطلب منه البياع انه يدفع بالعمله وبيوري الجهاز اللي هيدفع منه والعمله بتاعه المملكه
وبيلاحظ ناري ان بطارية تليفونه بتخلص، فبيرميه البياع بره لانه بيكون مفكره بيضحك عليه. فبيطلب منه ناري انه يعامل الزباين بتاعته بطريقة احسن من كده، وبيلاقي واحد واقف جنبه فبيسأله احنا فين. لما بيعرفوا الراجل على المكان اللي ناري مش بيفهم وبيسأل احنا فين بالنسبة لطوكيو، وهنا الراجل مش بيعرف يعني ايه طوكيو، فبيعرفوا انهم في مدينة اسمها دينجي، وهنا ناري مش بيكون عارف هي فين دينجي دي. وبيمشي ناري في المدينة ودماغه فيها اسئلة كتير، وبيسأل ايه اللي حصل للقرن ال21، ويا ترى هو سافر عبر الزمن ولا ايه اللي حصل معاه، وان المدينة دي مش شبه كيوتو القديمة حتى. وفجأة بيظهر اعلان ان الضباب الاسود هيظهر بعد 60 ثانية، وانه هيكون على مسافة 200 متر، وانه هيركز على العاصمة، وبيطلبوا من كل الناس انها تروح لبوابات الاخلاء. لكن طبعا ناري مش بيكون عارف اللي بيحصل، وكل اللي شايفه ان السما بتتشقق وبيطلع منها دخان اسود، وهنا الناس كلها بتطلع تجري وبينتشر الضباب. واول لما بيحس ناري انه في ورطة بيطلع يجري معاهم، وبيقول ان اكيد اللي بيحصل ده هزار، لكنه بيتحبس مع باقي الناس وبيفضلوا يخبطوا علشان يطلعوهم. لكن ناري بيشوف بنت صغيرة واقعة على الارض مش عارفة تقوم، فبيروح ناري عندها جاري علشان يحميها، ولما بيفتح عينه بيلاقي كل اللي حواليه بيتحولوا لحجر، حتى البنت اللي حاول ينقذها، وبيسأل اذا كانت كويسة ولا لا، لكن البنت مش بتنطق، والمكان بيكون اتغير، وبيقول ان الموضوع ده مخيف. فبيسأل اللي بيحصل ويا ترى الناس دي حية ولا ميتة، وهنا بيظهر الوحش وبيدمر اي حد قدامه حتى جثث الناس. فبيقف ناري وبيقول للوحش يبطل، وبيسأل بتعمل كده ليه، لكن الوحش بيهاجمه وبيقول ناري انه مش هيهرب. وبعد كده بيلاحظ ناري انه ما ماتش، وبيكون مفكر انه عنده جسم مش بيموت. ولما بيحاول الوحش يهاجمه تاني بيظهر وحش بيضربه، وبيكون جواه اس ويورا وهما اللي بيتحكموا فيه، وبيحاربوا بالوحوش التانية، وبيكونوا مستغربين ازاي انسان جوه الضباب وما حصلوش حاجة. فبيسأل اسو ازاي ده حصل، حتى ميورا بتكون مستغربة انه ما اتحجرش. وهنا بتقول كازورا على ناري انه مش شخص عادي، فبتطلب يورا من ناري انه يقعد على جنبه، واسو بيقول له خليك بعيد، وهم هيبعدوا الوحش. فبيقول ناري ايه ده وانت بتعرف تتكلم، وخلينا ندخل في صلب الموضوع. وبيعرفوا انه هيهزم الوحش لانه لو ما هزمهوش مش هيعرف ينام. فبتستغرب يورا من كلامه، لكن بتسمع صوت الوحش بيقرب، فبتقول لناري خليك بعيد، وبتطلب من اسو انه يستعد. فبيقول اسو خلينا نخلص منه بضربة واحدة. وبعد كده بيستخدم اسو الصواعق ال5 وبأعلى طاقته، واول لما بيقرب الوحش عليه بيهاجم اسو بالصواعق ال5 وبضربة واحدة بيفجر الوحش. وبعد كده بيخلص الضباب وبترجع كل حاجة لطبيعتها. بتشكر كازو اسو ويورا، وبتبص على صورة ناري وبتكون مستغربة. وبنشوف ناري قاعد في الشارع والاسعاف بتاخد الناس المصابة، لكن بيظهر اسو ويورا وبيسأل اسو ناري اذا كان كويس ولا لا. فبيعرفهم ناري من صوتهم، وبيقول مش انتوا اللي كنتوا راكبين الوحش الغريب ده. وهنا بتفكروا يورا انه بيتريق على الوحش بتاعهم، فبيقول ناري انه كان عايز يضرب الوحش على راسه وهم اللي عطلوه. فبتقول يورا عليه انه غبي وانه ما يقدرش يواجه وحش زي ده. وهنا بيبدأ الخناق بين ناري ويورا، وبيقول انه شخص مش بيستسلم بسهولة، لكن اسو بيبعدهم عن بعض. وبيقول لناري انها حاجة حلوة انه يقدر يتحرك جوه الضباب، لكنه ما يقدرش يقتل الوحش لوحده لانه مش اونيو. وهنا بيسأل ناري يعني ايه اونيو، لكن في حد بينادي على اسو، وبيشوف ناري البنت الصغيرة بتشكرها علشان انقذ حياتها، وبيكون معاها امها وابوها. فبيقول ابوها انها لازم تعمل فحص احتياطي. وبيمشي ناري في الشارع ودماغه مشوشة، وبيقول ان افكاره السلبية بدأت تسيطر عليه، لكن بيفتكر شعار العيلة وهو ما تفكرش قبل ما تاكل. في نفس اللحظة بيكون سوكي واقفة وراه، وبتعرفه انه عمل لها مشاكل كبيرة علشان بوظ العرض اللي كانت بتقدمه، لان العرض كان فيه شخصيات مهمة ده غير مستشار الامبراطور. فبيقول ناري انه اسف وانه مش فاكر اللي حصل، وبيسألها ما تعرفيش انا مين، فبتقول تسوكي لا، لكن بتلاحظ انه اتأذى. بعد كده بتعزمه تسوكي على الاكل، وبتقول ان اللي فهمته من كلامه انه جاي من عالم تاني، لان مفيش حد بيقدر يتحرك جوه الضباب، ومفيش مدينة اسمها طوكيو من الاساس. وبيكون قاعد معاهم راجل عجوز وبيقول انه ممكن اوني ويتحول، لكن ناري بيحاول يقنعهم انه انسان بشري عادي، وبيسأل يعني ايه اوني وايه الضباب الاسود اللي بتتكلم عليه. فبيعرفوا الراجل ان الاوني دول اعداء البشر لكن من عالم مختلف، والضباب الاسود دي ظاهرة بتحصل لما بيحاول عالم الاوني يسيطروا على العالم بتاعهم. فبيلاحظ ناري ان ده خطر جدا، وهنا بتسأل سوكي ناري اذا كان عاوز يرجع للعالم بتاعه، لكن ناري مش بيرد لانه ما بيكون مصدق انه قابل سوكي اخيرا. فبتعرفوا ماري انه ممكن حد من الاوني يلاقوا طريقة علشان يرجعوه. وهنا بيقول ناري الاوني اللي مفكرين نفسهم جامدين، فبيرد على الراجل بانهم جامدين فعلا وانهم السبب في وجود المدينة لحد دلوقتي. وبيكون ناري نايم لكن بيصحى، ولما بيطلع بره بيلاقي سوكي بتتدرب، فبيفضل يسقف وبيقول ان العرض بتاعها جميل. وهنا بتسمع
فبتسأل السوكي إذا كانت قابله قبل كده فعلا ولا لا، فبيقول ناري ايوه. فبتسأل السوكي اتكلموا في ايه، فبيرد ناري وبيقول انه وعدها هيكون اقوى علشان يحميها. وبتستغرب السوكي لكن بتعرفه انها مش هتنسى كلامه تاني، وبتسأله عن اسمه فبيعرفها ناري بنفسه. والتاني يوم بيشوف ناري السوكي بتتكلم مع رسول بعته كبير مستشارين الامبراطور، وانه جاب سبب اللي حصل امبارح في الحفله. وبيقول الرسول للسوكي ان اللي حصل غلطه كبيره ما تشرفش حد، وان الولد اللي ظهر فجاه بوظ كل حاجه. وبيعرفها ان المستشار متضايق لان الطقوس باظت، وبيطلب منها تروح بنفسها مع القصر علشان تعتذر. وفجاه بنلاقي ناري واقف وبيقول للرسول ان هو اللي بوظ العرض، ولو في حد المفروض يعتذر يبقى هو مش السوكي. فبيسأل الرسول من ده وبيطلب منه يتكلم بأدب. فبتطلب منه السوكي انه يسكت، لكن ناري مش بيسكت وبيفضل يتكلم مع الرسول لحد ما بيظهر سي وبيكتفه مكانه. وبيسأل الرسول انت اللي عملت كل ده؟ فبيقول الرسول انه واحد همجي وما يعرفوش، وبيطلب من السوكي تروح مع الرسول وما تخافش وان كل حاجه هتكون تمام. وفجأة بيظهر الضباب الاسود وعربيه السوكي بتتحبس جوه، واول لما بيعرف ناري بياخد عصايه وبيطلع يجري عليها علشان ينقذها. وبعد كده بنشوف تسو ويورا بيحاربوا الوحش، وبيفضل يدور ناري على عربيه السوكي لحد لما بيشوفها. وبيكون وحش محوط تسو ويورا بجدران، وبيكون ده كمين علشان يهاجمهم، ويطلع من الجدران يدخل في التاني وبيهاجمهم. وبعد كده بيجهز الوحش هجوم تاني. فبتقول يورا انها هتتفاداه وتهرب، لكن السو بيعرفها ان السكان كلهم وراهم ومنهم السوكي. فبتقف يورا قدام وبتاخد الضربه، لكن كازورا بتعرفهم انهم في ورطه وان كفاءه المفاعل بدات تقل. وبنشوف ناري بيهاجم الوحش بالعصايه الصغيره بتاعته، وبيقول انه هيحمي السوكي وبيحس ان جسمه مليان قوه، لكن الوحش بيمسكه يفعصه بايده وبيرميه بعيد. بعد كده بيجهز الوحش هجوم اقوى، وبتسال بنت سين نعمل ايه. فبيقول سين ان ناري لسه ما استسلمش وبيكون باين عليه انه متوقع منه حاجه. وهنا بيقف ناري وبيقول انه شعار عيلته مش بيسمح له يعترف بالهزيمه غير لما يموت، حتى لو خسر حياته مش مهم كل ده، المهم مفيش هزيمه وانه هيكسب مهما يحصل. وبيجري على الوحش وبيقول انه هيخلص منه بضربه واحده. وفجاه بنلاقي ناري اتحول وبيقول ان دلوقتي مفيش حاجه مهمه، وانه اكيد وجوده في العالم ده علشان اللحظه دي. ولما بيهاجموا الوحش بيتفاداها ناري وبيقول انه هيحمي السوكي، وبيضرب الوحش ضربه بتفرتكه وبيجري على السوكي علشان يطمن عليها وانه جسمها ما اتدمرش وبيرجع لشكله طبيعي، لكن الارض بتحمر تحته. وبتقول كازورا ان النواه لسه ما اتدمرتش. وبيظهر باب قدام ناري فجاه والوحش وراه، وبيدخل مخالبه في جسم ناري وبيشوف جسم السوكي متكسر. فبيقول ناري انه مش هيقبل دي تكون النهايه، وبيغمض عينه وبيفتح السوكي عينه وبيلاقي نفسه على خشبه المسرح تاني وقدامه تسوكي. وبنشوف ناري والوحش قتله وبيقول انه مش هيقبل بالنهايه دي. ولما بيفتح عينه بيلاقي نفسه نايم على المسرح وقدامه تسوكي، وساعتها بيقول لها انه دلوقتي اطمن علشان هي طلعت عايشه. واول لما بيلمسها بتفضل تسوكي تصرخ. فبيقف راجل عجوز وبيساله انت بتعمل ايه، وبيكون الراجل العجوز اسمه وودا، وبيطلب وودا من ناري انه يمشي وبيساله انت مين. فبيقول ناري لوودا انت بتقول ايه، وهو انت مش فاكرني. وبعد كده بيستخدم وودا جهاز في ايده وبيكون اسمه خنجر علشان يحبس ناري مكانه ويكهربه. وهنا بنلاقي السو بيطلب من ناري انه يفضل مكانه وما يتحركش. فبتسال السوكي السو بيعمل ايه ورا الكواليس. فبيقول السو ان دي كانت صدفه. فبتسال السوكي صدفه ايه. فبيقول ناري للسوكي انها ازاي مش فاكره وبيفكرها بنفسه. فبترد على السوكي بانها مش عارفاه. فبيسال ناري ازاي مش فاكره. وبنشوف سيو وكازورا ومعاهم بنوته كمان وبيكون اسمها شينو ماشيين سوا، وبنعرف منهم ان مباراه الكيماري اللي هيحضر فيها كبير المستشارين قربت يعني. فبيطلب سي من كازورا انها تشارك بداله. وهنا بتقول شينو انها عايزه تشارك. فبترد كازورا انها ما ينفعش تشارك علشان ما عندهاش روح تنافسيه عاليه. وهنا بيسمعوا ناري عمال يصرخ وبيطلب من السو انه يفكه. وبيعرفوا انه يعرف السوكي من فتره. فبيطلب السو منه يبطل كدب شويه. فبيعرفوا السو انه شاف الخوف في عيونها اول لما شافته. فبتسال شينو هو في قرد في القفص. فبيقول سي خلينا نبص عليه. بعدها بيقول ناري للسو ان هو والسوكي اكلوا سوا. وطبعا السوكي مش بيكون مصدق الكلام ده وبيقول انه اكيد كان بيحلم، وبيتمنى ان السوكي تسيطر على احلامه هو كمان. فبيتعصب منه ناري وبيقول له انا مش زيك يا ابو ابتسامه معفنه. وهنا بيحضر سي وبيقول له الدوشه اللي انتوا عاملينها دي. وبيسال ناري سي اذا كان فاكره ولا لا، وبيعرفوا انهم اتقابلوا قبل كده. فبيقول السو تصدق انت عيل قليل الادب. فبيسال ناري سي هو انت ليه مش فاكرني. وهنا بيقول السو سي انه مش مضطر يرد عليه لانه من الصبح عمال يخرف بالكلام. فبيصرخ على ناري وبيقول انه مش بيكذب وانه قاتل وحش في الضباب الاسود. وساعتها الوحش قتله، وبعدها لقى نفسه على خشبه المسرح تاني. فبيقول تسو انه كلامه مستحيل. فبيعرفوا ناري انه ضربه ضربه بايده طيرته بعيد. وهنا بيقول سي ناري ان الكلام اللي بيقوله مش هزار. هو بيسال يا ترى الكلام ده حقيقي ولا كده. فبيقول ناري انه مع حق وانه هيدخل في صلب الموضوع.
الموضوع، وبيكون في شعار من شعارات عيلته، وهي ما تبينش الثقة بالكلمات بس لكن راهن عليها بشغلك واثباتك ليها. وبيطلب منهم يخلوه يواجه وحش تاني، وبيعرفهم ان دي اسرع طريقة علشان يثبت ليهم. وبعد كده بنلاقي ناري بينهج على اخره، وبتقول يورا ان بقالهم نص ساعة هنا، وبتسأل هنعمل ايه، فبيعرفها سين انه عايز يشوف قوتهم لان هما الاتنين مرشحين يكون ليهم رتبة من 5 نجوم. وهنا بيفضل ناري يقول لايده ظهر يا قوة، لكن مفيش حاجة بتظهر. فبيقول سي يا خسارة، قصته كانت هتكون مثيرة لو كانت حقيقية. فبتروح يورا على ناري وبتضربه بالرجل، وبتقول له باين شوية احترام لينا على الاقل. وبيعرف سي ناري انه خايب امله، وبيقول لهم خلينا نسأله شوية اسئلة وبعد كده نسيبه يروح لحاله. وبنشوف ناري بيجري وبيصرخ وبيسأل هو ايه اللي بيحصل، كل اللي شايفه مش منطقي. وفجأة بيعدي على المكان اللي كان مسرح، وبيسأل هو ليه ما خلصت لحد دلوقتي، ده غير ان محدش افتكرني. وبيلاقي يافطة مكتوب عليها ان المكان هيخلص كمان 15 يوم. وهنا بيسأل نفسه اذا كان رجع بالزمن للفترة اللي قبل ما تسوكي تموت فيها، لكن بيتفاجئ بتسوكي واقفة قدامه وبتنادي عليه. فبيسأل ناري اذا كان المكان ده اتوضب قبل كده، فبتعرفوا تسوكي ان مفيش مسرح اتعمل هنا من قرن تقريبا. ولما بيستغرب ناري بتعرفوا تسوكي انه بيتعمل علشان بتكون ذكرى للفوضى المئوية، وان كمان بيحضر عرض كبير مستشارين الامبراطور علشان يشوفوه لاول مرة. وهنا بيفتكر ناري كلامها لما قالت له قبل كده، فبيسأل ناري امتى هيجي كبير المراجعين، فبتصحح له تسوكي انه كبير المستشارين مش المراجعين، وبتعرفوا انه هيتعمل بعد نص شهر. فبيشكرها ناري وبيوعدها ان المرة دي هيقدر ينقذ حياتها. بعد كده بيقول ناري لنفسه انه اتأكد انه رجع بالزمن تاني لفترة قبل ما تسوكي تموت فيها، كل ده علشان ينقذها. وبيقول ان تسوكي ماتت بعد ما المراجع جه علشان ياخدها بعد ما قدمت العرض، لكن المرة دي بيقول ناري انه هينقذها، وعلشان ينفذ ده لازم يكون عنده قوة جنونية. بنشوف ناري راح عند سي واقف قصاده، بيعرفه انه كان مستنيه. فبيقول سي اللي جابك تاني مش يا ابني سيبناك تروح لحالك. فبيطلب منه ناري انه يعلمه تقنيات الانومي. فبتزعله كازورا وبتقول له انت مش عارف انت بتتكلم مع مين. فبيقول ناري بذمتك ما عندكيش فضول ناحية قوتي وتعرف ان هزمت الوحش ازاي. وبيعرفهم انه لو جمع قوته مع تقنيات الانومي هتحصل حاجات مجنونة. وبيسألهم انتوا ازاي مش شايفين الموضوع ده مهم. وهنا بتقول كازورا ان موضوع قوته ده طلع كلام فاضي في الهوا. وهنا بيسأل سيناري انت جايب منين كل الثقة اللي ملهاش اساس اصلا. واخيرا بيوافق سي وبيقول لناري مش هرجعك خايب بعد الذل اللي شفته المرة اللي فاتت، ودي جرأة منك انك رجعت تاني، وده في حد ذاته جانب بشري مثير للاهتمام. لكن الاتفاق ده هيكون لمدة اسبوع، لكن لو ما بينتش الحاجات الجنونية اللي بتتكلم عنها في الفترة دي هتضطر انك تكفر عن قلة ادبك الزيادة دي. فبيقول ناري انه موافق. وبعد كده بنلاقي كازورا بتشرح لناري وشينو وبتعرفهم ان تقنيات الانومي بتستخدم القوة الروحية علشان تحول الارواح الخمسة اللي بتطلع من الخشب والنار والارض والمعادن والمية، وده بيسبب لهم مجموعة من التأثيرات. اغلب البشر بيتولدوا بقوة روحية، لكن علشان يوصلوا لقوة الانومي لازم يتدرب اللي عنده كفاءة لكام سنة قدام علشان يعززوا القوة دي. وبتعرفهم ان كل ما القوة دي بتزيد بيتحكموا فيها، ولما قوة الانومي بتزيد. وهنا بيقطعها ناري وبيقول كفاية خلاص فهمت، علميني استخدمها ازاي. ويستخدم شمينجا زي سو. فبتكون كازورا مش طايقاه وبتقول له ماشي. بعد كده بتحط له لعبة وبتعرفه انه اسمه غداي، وان دي لعبة روحية خاصة بالتدريب. وبتعرفه انه علشان يتعلم يستخدم شيكيجا لازم الاول يخلي قوته الروحية تخلي اللعبة تقف. فبيسأل ناري وانا ازاي اعمل كده. فبتقول كازورا انه يطلع المستشعر بتاعه ويحطه على اللعبة، وساعتها بتنور عيون اللعبة وبيتحرك. وبتقول كازورا الناري انها حاجة شبه تركيز ذهنك وتخزين القوة الروحية في المستشعر. فبيقول ناري ماشي، وبتعرفه كازورا انه نادي عليها لما اللعبة تقف. وبتقول له شينو سلام اشوفك بعدين. وبعد ما بيمشوا بيقول ناري لنفسه انهم مشوا وسابوا كده، لكن العقبة دي مش هيخليها تقف في طريقه، وانه هينجح فيها في اسرع وقت ممكن. وبيقول لنفسه ركز ذهنك واعملها، لكن بيفضل طول اليوم بيحاول ومفيش جديد بيحصل. فبيصرخ وبيقول مش عارف اعملها. فبيسمع حد بيقول له واحنا سبناك علشان تيجي وتصدعنا تاني. وبيعرفوا ان قصته دي صعب حد يصدقها. وهنا بنعرف ان الشخص ده بيكون تسو. وهنا بيسأل تسو ناري انت كنت عمال تصرخ ده ليه. فبيرد على ناري يعني اللي هقوله هيكون مهم، لكن بيعرفوا انه لازم يكون قوي في اسرع وقت علشان يقدر يحمي الشخص اللي بيحبه. وبيكون ناري ماسك اللعبة وبيلعب بيها، وفجأة بيحط تسو ايده على ظهر ناري. فبيسأل ناري انت بتعمل ايه. وهنا بيعرفوا تسو ان قوته الروحية ضعيفة ومش هتشغل اللعبة ولا تتحكم في الشجيجة، وعلشان ده يحصل بيعرفوا تسو انه هيجبر قوته انها توسع. فبيسأل ناري اذا كان اللي تسو هيعمله هيخلي قوته اكبر يعني. فبيقول تسو على حسب لو هتقدر تستحمل الالم. فبيرد على ناري وريني احسن حاجة عندك. فبيكهربوا تسو جامد، وفي نفس اللحظة بيصرخ ناري على اخره. فبيقول تسو انا حذرتك وان
وهنا بيطلب ناري يعملها مرة كمان. وبنشوف سو واقف وماسك حاجة في ايده وبيقول ان هو لو ما عندوش القوة مش هيقدر يحمي حد، وبيقول ان مع حقه بيكون قصده على ناري. لكن في نفس الوقت بيسمع ناري بيقول له هو انت من محبين السوكي كمان؟ فبيسأل سو ناري انت بتعمل ايه هنا؟ وبيعرفه ناري انه ما عندوش مكان يعيش فيه وانه ملاش قدامه حل تاني غير انه يعيش معاه. فبيقول سو انه مش مضطر يقبل انه يعيش معاه. فبيرد على ناري بان الشخص التاني اللي يعرفه هو تسوكي وانه هيروح يعيش عندها. ساعتها بيوافق سو وبيقول خلاص اقعد هنا. وفي المقابل بيقول ناري انه هيعمل لهم الاكل كعربون شكر. وبيقعدوا الاتنين على الاكل وبيكون معاهم يورا. فبتسأل يورا ناري انت مين قالك تيجي هنا؟ فبيعرفها ناري ان دي حفلة وبيطلب منهم ياكلوا الاكل قبل ما يبرد. وقبل ما ياكلوا بتقول يورا انه مستحيل شخص زيه يكون عمل اكل حلو. ومع اول لقمة بيقولوا الاتنين انهم حاسين انهم في النعيم. فبيقول ناري دي حاجة كويسة وبيطلب منهم ياكلوا زي ما هم عاوزين. بعد ما بيخلصوا اكل بتكون يورا واخده الباقي معاها وهي واقفه على الباب بتقول لناري مش معنى ان الاكل طلع حلو يبقى احنا متفقين. وبيتقفل الباب لكن ناري بيقول انه ما عملش الاكل علشان السبب ده. بعد كده بيقول السو ناري فكرني بقى قول لي مين الشخص اللي انت عاوز تحميه؟ فبيقول ناري انها سوكي. بعد كده بيكون ناري حكى كل حاجه للسو وعن حكايه السفر عبر الزمن وان السوكي هتموت كمان نص الشهر. فبيعرفوا تسو انه صعب يصدق القصه الغريبه. رد على ناري بان مع حق. فبيقول السو ان مش محتاج حد يحمي تسوكي علشان هو اللي هيحميها. فبيقول ناري الافعال قبل الكلام. وبنشوف ناري بيتدرب مع تسو بتكون يورا بتتفرج عليهم. ولما بيهاجم ناري تسو بيستخدم تسو جسد الصلب علشان يعمل حاجز بينهم. ولما بيقع ناري بعيد بيقول تسو ان دي قوه من قوات التقنيه. بعد 3 ايام بنشوف ناري بدا يستخدم قوه وبيقطع بيها الخشب. فبيقول تسو ان دي قوه ريكو واحده من تقنيات الانومي وانها تقنيه تقويه الجسد وبيستخدموا القوه دي للهجوم والدفاع. لكن ناري بيسأل تسو هيستخدم كل التقنيات قريب. فبيعرفوا تسو ان الموضوع مش بالسهل كده وانه محتاج سنة على الاقل علشان يتعلم. فبيسأل ناري سنة وبيقول انه لازم يلاقي حل بسرعة قبل ما تسوكي تموت في الضباب الاسود. وبيكون تسو باصص على يورا لكن مش بتبص له وبتتجاهله. ولما بيطلعوا بره بتسأل يورا تسو هيفضل لحد امتى ماشي مع ناري وبتوصفه بانه غبي وبتسأله اذا كان لسه بيفكر في رتبة ال5 نجوم. فبيرد تسو انه طبعا عايز الرتبة وبيعرفها ان في حاجات كتير بيتعلمها من ناري. فبتقول يورا انه بيضيع وقته وان في حاجات كتير تانية اهم يعملها. وبتسأله لو في حاجة هو عايز يقولها. لكن في نفس الثانية بيضرب جرس الانذار وبيسمعوا ان الضباب الاسود هينتشر بعد 60 ثانية وهيمتد ل 200 متر وهيتمركز في العاصمة اليسرى وهيكون بقيمة 3.6. وهنا بتعرفهم كازورا انه من المستوى المتوسط. وفجأة بيلاقوا ناري وراهم. فبتسأل انت دخلت ازاي هنا؟ فبيقول ناري لو هتدخلوا الضباب الاسود فهدخل معاكم. فبتقول كازورا بطل سخافة ما تقدرش تدخل الضباب الاسود من غير شيكيجا. فبيعرفهم ناري انه يقدر وبيعرفهم انه استخدم القوه بتاعته المره اللي فاتت لما دخل الضباب الاسود. فبتقول كازورا انه مش هيقدر لكن ناري بيزعق وبيقول انه ما عندوش وقت كتير. وبيعرفهم انه بدا يستخدم قوه ريكي وانه مش هيضايقهم. لكن السو بيعمل حاجز بينهم وبينه وبيقول انه مش هيخليه يعطلهم وانه مش هيستحمل يقاتل تحت تاثير الضباب. وبيطلب منه يقعد مكانه ويسكت. فبيقول ناري انه مش هيعمل كده ولسه هيضربوا بعض. بعد كده بيصحى ناري وبيكون على السرير وإتسو قاعد جنبه. فبيسأل ناري عملت فيا ويا حصل للضباب الاسود. فبيعرفوا تسو انهم خلصوا منه هو ويورا. فبيسأل ناري انت ليه مش عاوزني اقاتل معاكم؟ فبيقفل تسو الكتاب اللي في ايده وبيطلب منه يروح معاه. وساعتها بيوريه بواقي المكان من الضباب الاسود وده المكان اللي اتهزم فيه الانومي من 3 سنين. وبيعرفوا انه كان لسه مبتدئ والانشيكينجا اتضرر بسبب غلطه تافهه منه. وساعتها انسحب وساب صاحبه لوحده قاتل ومات لوحده. ولما بيخسروا معركه جوه الضباب بيسيب اثره. ولو دخلت وانت مش مستعد هتخسر حاجات كتير. وبيعرفوا انه واجب الانومي انه يدمر الوحش جوه الضباب. وبيعرفوا انه عنده حاجات عايز يحميها وهو كمان بيكون عنده حاجات يحميها. وبيعرفوا لو اتدخل تسو مش هيتساهل معاه. وبنشوف سي بيسأل ناري وبيقول انه عدى اسبوع. فبتقول شينو انه ما جاش بقاله كام يوم. فبيعرفها سي انه حكم عليه غلط. وفجأة بتقول شينو ان الضباب جاي وبنعرف انه هينتشر بعد 60 ثانية. ومستوى التعميم بيكون 5.6. وبتبدأ كازورا تحذر إتسو ويورا علشان يدخلوا. وهنا بيستخدموا قوتهم وبيستعدوا الشجيجة وبينطوا في الضباب وبيحاولوا ياخدوا بالهم علشان الوحش وصل قبلهم. مش بيلحقوا وبيلاقيه بيهاجمهم. وبيعرفوا ان الوحش بيتحكم في الالعاب من بعيد. فبتقول يورا انها هتقرب منه وهم يجهزوا تقنية الرعد ويخلصوا منه بضربة واحدة. وهنا بيقول تسو انه موافق على رايها. ولما بتقتل يورا الوحوش الصغيرة بتقول كازورا ان ده هو المتوقع من ابطال ال5 نجوم. لكن بسرعة بيضربوا من الوحش وبتتضرر يورا. ولما بيسألوها انت كويسة بتسأل على تسو. فبتعرفها كازورا انه لسه جوه الضباب ووجوده لوحده جوه يعني
القوة الروحية بتقل، فبتطلب من اتسو انه يخرج بسرعة، لكن الضباب بيكون بدأ يطلع بره الحاجز والناس بتصوت وبتجري وبتتصدم. وكمان بيتصدم كازورا ويورا لان اتسو بيكون مكمل ومش بينسحب، لكن اتسو بيقول انه مش هيخسر كده بالسهل وانه هينقذ المدينة والناس، وبيستخدم قوة الرعد علشان يهاجم الوحش. وفي نفس اللحظة بيطلب منه ناري انه يرجع ويستخدم قوته وبيضرب الوحش، فبيطلب اتسو من ناري انه ما يتصرفش من دماغه وما يكونش غبي. فبتتصدم كازورا ان ناري موجود جوه الضباب، وبيقول اتسو انه فعلا استخدم الجسد الصلب، وبيسأل اللي كانت قوية كده وامتى اتعلمتها. فبيعرفوا ناري ان دي اول مرة ليه يستخدمها، وبيعرف اتسو ان عزيمته كبيرة وتقنيات الانومي اللي بيستخدمها قوية، لكن بيعرف اتسو انه لازم يكون جزء من المعركة. وبيقول شعار العيلة بتاعته ان الثقة مش بالكلام بالافعال. فبيطلب اتسو من ناري انه يدخل للشجيجة لان قوته بتظهر لما بيكون جوه اتنين، وبيعرفوا انه ما عندوش خبرة لكن احسن من ولا شيء. وبنشوف ناري جوه الشجيجة وبيكونوا كلهم مصدومين وبيقول سين انه فات توقعاته وانه بارع. وبعد كده بنشوف السو بيصد الوحوش الصغيرة بتاعة الوحش، وبعد كده بيقول ناري سيبهولي انا هخلص منه، وبيستخدم كل قوته وبيهاجم الوحش وبيقول لسي شفت اللي حصل. وبنشوف يورا واقفة ومستنية سو ناري، وساعتها بيسأل ناري يورا يا ترى انت كويسة، وبيعرفها انه اخد مكانها وخلص على الوحش، لكن مش بيلحق يكمل كلامه وبتضرب يورا بالرجل. فبيقول سي ليورا انه ممنوع القتال بين الانومي. فبيسأل ناري يورا انت مالك في ايه، فبترد يورا على سين ان ناري مش انومي. فبيروح سين ناري وبيعرفوا انه مزيج قوته وتقنيات الانومي كان مشهد هايل، وبيمد ايده ليه وبيسأله اذا كان عايز يكون انومي بجد. فبيتصدم ناري وبيكون خده احمر من ضربة يورا. وبنشوف اروكا واقف جنب صاحبه وبيقول لناري بقى انت بقى المبتدئ الجديد. فبيعرفوا صاحبه انه مش بيعرف حتى يحرك اللعبة غداي بطريقة مناسبة وما ينفعش يعتبروه خصم ليهم. فبيطلب منه اروكا انه ما يتكلمش بالطريقة دي. وهنا بنعرف ان صاحبه اسمه كاجي. فبيعرف اروكا كاجي انه عامل الاضعف والاقل منه خبرة بلطف. فبيتعصب ناري وبيهبد رجله وبيقول لهم ان الوش ده وش شخص شرير، وبيسألهم اذا كانوا خايفين علشان في واحد جديد ظهر. فبيستغرب اروكا وبيطلب اتسو من ناري انه ما ينفعش وان دي مجرد معركة تدريبية. فبيرد ناري عليه سواء كانت تدريبية او لا لازم تقاتل بكل قوتك في المعركة كرجل ضد رجل. فبيقول اروكا ايه راجل ضد راجل دي؟ فبيقول ناري قصدك ان دي معركة فردية ولا ثنائية؟ بعد كده بنلاقي سي بيسأل كازورا اذا كانت عملت اللي طلبوا منها ولا لا. فبتعرفوا كازورا انها استخدمت كل الطرق علشان تحقق بخصوص ناري، لكن ما لقيتش حاجة ليها علاقة بيه. فبيقول سي انه ممكن يكون جاي من عالم تاني. فبتعرفوا كازورا ان ناري عنده علامة نجمة زهرة الجريس، ودي علامة بتكون عند سكان دينجي من ساعة ما اتولدوا. فبيقول سي ان اللغز ده بيكبر وبيكون غامض اكتر. بعد كده بنشوف الاتنين بيتقاتلوا وبيستخدم واحد فيهم الستار الورقي وبيضرب التاني، وبتكون يورا وشينو بيتفرجوا. فبتقول شينو ان قد ايه ناري كويس. فبتعرف يورو ان ما كانش هيصيب لولا مساعدة اتسو. فبتطلب منها شينو تضحك شوية، وبعد كده بيستخدم الوحش اشارة السرب، لكن الشجيجة بتاعنا بيستخدم تعويذ التربة علشان يهرب. وبعد كده بيفعل اتسو انشودة الحرب وبيضرب الوحش فيها. فطبعا من قاعد قدام بيكون اروكا، فبيخسر وبيطلع وبيكون ناري مبسوط علشان كسبه. واول لما كاجي بينزل وبيسأل اروكا اذا كان كويس ولا في حاجة معاه، لكن في ساعتها بتقول يورا انهم يركبوا شجيجة سوا. بعد كده بنشوف كازورا بتقول لسين يورا غيرت الشريك بتاعها. فبيرد سيب ان دي بقت معركة بين الخمس نجوم. بعد كده في المعركة بنشوف يورا بتستخدم الضربة القاضية وبتهاجم اتسو وناري، لكن شينو بتقول انهم بدلوا مراكز. وبعد كده بيستخدم اتسو العناصر الخمسة ويورا كمان بتستخدم قوتها، لكن بيتفاجئ ان اتسو وناري انسحبوا. وبيقول له اتسو ان المعركة من البداية كانت تدريبية بين اروكا وكاجي، وبيمشي وبيسيب يورا بتغلي نار. بتقول كازورا ان اتسو ما بينش ولو حتة صغيرة من قوته. وبنشوف يورا بتشرب، لكن بتسمع اتسو وناري بيقولوا انهم ما فازوش. وبيسأل ناري للمرة دي اللكمة بتاعته ما اشتغلتش. فبتقف يورا وبتتجاهلهم علشان تمشي، لكن اتسو بينادي عليها وبيقول ان باين عليها هي وكاجي انهم متفقين، وبيعرفها انها لو كانت حابة تكون شريكة لكاجي فهو ما عندوش مشكلة. فبتسأل يورا اتسو اذا كان ناري عاجبه وكده، فبيقول اتسو ان ده مش قصده. وبيكون ناري مستغرب، فبيرد اتسو بان قوة تحمل كاجي هتخليها تقاتل بحرية اكبر. فبتصرخ على يورا وبتقول له يا ريت تسكت، وان في حالة زي دي المفروض يصد ضربتها القاضية. وبتقول عليه انه غبي وبتسيبه وبتمشي. وبنشوف ناري عامل وليمة وعازم فيها تسوكي وودا وواحدة كمان. فبتشكره تسوكي وبتقول انها المفروض تطبخ لنفسها بعد كده. فبيعرفوا وودا انه استغرب لما جه اتسو معاه، لكن مهارات ناري اللي ظهرت فجأة ابهرتهم. وبيسألوا عن اتسو راح فين، فبيرد ناري بانهم هيختاروا الخمس نجوم او ايا كان اللي بيسموهم، علشان كده هو لازم يتدرب. فبتقول تسوكي ان الوقت قرب، وبتسأل ناري عنه وبتقول ان الخمس نجوم اعلى مرتبة في الانومي. فبيعرفها ناري انه اختار يكون انومي علشان يحميها مش علشان الحاجات التانية دي. فبيعرفوا وودا ان دوافعه واضحة وصريحة.
فبتقول السوكي انها مبسوطه علشان سمعته بيقول الكلام ده بصراحه كده. فبيبص ناري للسوكي وبيفتكر اللي حصل معاها. بعد كده بيقول لها اسمعيني كويس. ولما بتسمع له السوكي بيطلب منها ناري انها تعمل له معروف وبيعرفها ان كبير المراجعين هيجي بكره علشان يشوف العرض. فبيطلب منها انها تتمشى معاه طول اليوم اللي بعده. فبتقول السوكي انها ما تقدرش تعمل كده علشان هيكون في عروض اكتر هتتقدم. فبيطلب منها ناري انها تشوف حل باي طريقه. وهنا بتقول السوكي ان الوحوش مخيفه. وبعد كده بنشوفها بتحكي انهم بيظهروا فجاه وبيملوا الارض فساد وبيبهدلوا المدينه. وبتعرفوا ان الناس طول الوقت بيكونوا في قلق وخوف. وبتعرفوا انها مش هتستسلم بسبب الوحوش وانها عايزه تستغل راستها علشان تفرح الناس حتى ولو بحاجات بسيطه. وان ده هو هدف حياتها وانها مش عايزه المسرح يخسر قيمته. وهنا بيوعدها ناري انه هينقذ حياتها حتى لو ما كانوش الاتنين جنب بعض. فبتبتسم السوكي وبيقول سي انه هيطلبوا من السو يضرب ناري بالرعد الخماسي. وهنا بيتصدم السو ناري ويورا كمان معاهم. وبيقول السو سي انت تقصد ايه؟ فبيقول سي هتضربه باكبر قوه عندك تكون سبب في قتله. وبيطلب من ناري انه يقاوم ويوريهم اللي عنده. وبيعرفوا انه ما يقلقش خالص وان لو حياته بقت في خطر شينو هتنقذه في اقرب وقت. وهنا بيكون السو فهم وبيتاكد من سي وبيقول علشان تظهر قوه ناري الحقيقيه لازم يكون في خطر وساعتها هيقدر يستخدم القوه دي. لكن سي مش بيرد على سو وبيسال ناري اذا كان موافق ولا لا. فبيرد ناري طبعا. فبيساله سو يا ابني انت متاكد؟ فبيرد ناري ما تقلقش اضرب ولا يهمك. وبنشوف سو بيستخدم العناصر الخمسه وخصوصا الرعد الخماسي وباكبر قوه عنده بيوجهها ناحيه ناري. وبيكون ناري مجهز قوته علشان يصدها. وبيكون ناري مش قادر لدرجه ان لون ايده بيتغير. فبتسال كازورا سي هنعمل ايه؟ الولا هيروح مننا. ولسه بيطلب سي من شينو انه يتحرك. فبتعمل شينو حاجز تحت ناري علشان تحميه. فبيقول ناري انه قادر يكمل وبيطلب منها ما تعطلهوش على اللي هو فيه. ومره واحده بيصرخ وبنلاقيه صد ضربه السو وبيكون كلهم مصدومين. فبيبص ناري على ايده اللي كان شكلها بيتغير وبيقول انه كويس ومتأذاش. وبتكون يورا ماشيه وبتقول ان ناري قدر يصد ضربه السو المميزه وعلشان يعمل لها اعاده توجيه كلفته كل قوته. وبتسمع كازورا وسي بيتكلموا وبتروح تتصنت عليهم. فبتسمع سي بيقول على ناري انه لسه مش ضامنه لكنه يستاهل الرهان عليه. فبتسال كازورا سي انت قصدك عايز ترقيه للخمس نجوم ولسه بتعرفه ان لسه بدري عليه. فبيسكتها سي وبيوريها يورا وهي بتجري. فبتقول كازورا ان شكلها سمعتهم. ويوم الافتتاح بيكونوا كلهم حاضرين. فبيقول ناري لنفسه ان الوحوش مشت وبيكون ده اليوم اللي وصل في المره اللي فاتت. وبيسال ناري تسو ايه هي الوحوش. فبيسال تسو قصدك ايه بالظبط؟ فبيقول تسو عايز اعرف هم بيعملوا كده ليه عاوزين يحققوا ايه. فبيعرفوا تسو ان الوحوش بتظهر في الضباب الاسود علشان ياخد الناس وحاجاتهم للعلب بتاعهم وبيتغذوا عليهم. فبيستغرب ناري. فبيقولوا تسو على الاغلب ياكلوهم. وبيعرفوا ان لما يقع عليك الاختيار انت وشريكك علشان تاخد لقب الخمس نجوم وتكون مسؤول عن حمايه البلد كلها ده حلمه حلم يورا. وبيكون العرض هيبدا وبنشوف تسوكي واقفه على المسرح وتسو بيعيط من الفرحه وبيقول انه محظوظ جدا. اما ناري بيكون بيفكر انه المره اللي فاتت وقع على خشبه المسرح وده كان السبب ان المراجع يظهر ويستدعي تسوكي. وبعد كده دخلنا في الضباب الاسود وبيقول ان كل ده حصل بعد وصوله بفتره قصيره. وفجاه بيقوم وبيجري وبيقول ما ينفعش اقعد كده. فبيطلب من نص انه يقعد مكانه وبيساله انت حصل لك ايه. لكن ناري بيكون وبيقف في نص المدينه وبيطلب من الناس يهربوا من المكان علشان الضباب الاسود هيظهر قريب. لكن الناس بتقول عليه انه شخص غريب. وبيكون السواقف وسمعه وبيقول هو ناري مفكر نفسه بيعمل ايه. في نفس اللحظه بيظهر اعلان عن الضباب الاسود وهينتشر بعد 60 ثانيه وهيكون على بعد 200 متر من العاصمه. فبيقول السون نفسه ان ده مستحيل يحصل فعلا. وبنلاقي الضباب انتشر والناس بتصرخ وبتجري. فبيلاقي ناري بنوته واقعه على الارض وبتعيط. فبيجري على ناري وبيشيلها وبيقول مش هسمح اللي حصل المره اللي فاتت انه يحصل تاني. تاني يوم بيعرف تسوسي ان ناري توقع فعلا الوقت اللي هيحصل فيه الضباب الاسود. فبيقول سي ان ناري قال انه رجع بالزمن ومحدش كان مصدقه. فبيقول تسون قال شاف موت تسوكي وساعتها رجع بالزمن تاني. والظاهر ان كل ده بيتكرر بسبب اليوم ده. وبيعرفوا تسون انه عنده شكوك لحد اللحظه دي لكن هو مصدقه وانه مش مهتم مين هو ناري. بعد كده بنشوف ناري قاعد قدام اللعبه وبيحاول يتحكم فيها وبيقول لنفسه ان البنت امبارح اللي وعت هو وصلها لحد بيت اهلها بامان وده معناه انه ممكن ينقذ تسوكي في الوقت المناسب. وامبارح ناري ما وعدتش على المسرح علشان كده المراجع ما بعتلهاش. يا ترى هي حد انقذها قبل كده ولا انا متفائل على الفاضي. وفي نفس اللحظه بيلاقي يورا واقفه قدامه وبتطلب منه لحظه من وقته. فبيقول ناري انه مشغول النهارده. فبتتعصب على يورا وبتمسكه من هدومه. فبيسال ناري هو في ايه. وهنا بتطلب منه يورا انهم يقاتلوا من غير اسلحه او تقنيات علشان يشوفوا مين الاقوى بينهم قتال فردي يعني زي اللي اتكلمت عليه. فبيعرفها ناري انه مش هيرفض. وبنشوف يورا وناري واقفين على السطح وبتسال يورا ليه عاوزين نتقاتل هنا. فمش بيرد عليها ناري لكن بيفكر وبيقول ان الضباب هينتشر هنا واللي السوق اتحبست فيه
وكان بالليل، وبتقول لنفسها بان لسه مع وقت. وبيسال ناري يورا وهي بتسخن اللي عايزه تواجهيني في معركه فرديه دلوقتي. وفجاه كده وبيسال ولا علشان السو بيقاتل طول الوقت جنبه. فبتبص له يورا وبتقول له زي ما قلت لك انا عايز اعرف مين الاقوى منا. فبيقول ناري موافق لكن ليه مش هنستخدم تقنيات الاونومي. فبتقول يورا لا، وان اول واحد يقع على الارض يكون خسران. فبيسال ناري يورا اذا كانت مستعده فعلا. فبتقول يورا يلا نبدا، وبتهاجم ناري. وبيكون تسو واقف بيتفرج على السوكي لكن مره واحده بيتحول جد، وبيقول ان في حاجه مهمه هتحصل النهارده. وبتسال البنت اللي واقفه معاه المميز في اليوم النهارده، وبتعرفه ان ناري قال نفس الكلام. فبيقول تسو انه مش هيقدر يقول لها، وهنا بيدخل هودا وبيقول ان العرض امبارح عجبه قوي علشان كده جاي ياخدها وتروح معاه تاخد مكافاه من المستشار نفسه. وبنشوف يورا مش ببطلها ضرب في ناري، وبيقول ناري ليها انها قويه حتى من غير تقنيات الاونومي. فبتعرفه يورا ان حركه رجلها هي الاقوى. فبتكون يورا عماله تضربه وبتقول له بطل سخافه. فبيعرفها ناري انه مش بيهزر. فبتقول يورا واحد زيك بيقاتل بالطريقه دي يعرف ايه عن القتال. فبيرد عليها ناري بانها دايما بتقول انها الافضل لكن بتنفعل بسرعه، وبيقول انه مش قادر يفهمها. فبتتعصب يورا وبتقول اخرس انت لسه واحد مبتدئ. وبتعرفه انها المفروض تكون الافضل في كل حاجه والا مش هتتساوى مع ايتسو، لكن هو مش بيعمل حاجه. وبيقول انها ممكن تكون شريك القتال كاكاجي علشان تقاتل بطريقتها لو عنده حاجه عايز يقولها ما يجي يقول في وشه. وبعد كده بتقول لناري انها فهمت وانه مفكراها مع طلاق، لكن في لحظه يوري تركيزها بيتشتت وهنا بيستغل ناري الفرصه وبيهاجم وبيضربها وبتقع على الارض. فبيقول ناري انت اللي وقعتي على الارض الاول فانا كده الفايز. فبتقول يورا انت استغليت الفرصه دي. فبيعرفها ناري على شعر العيله، وبيكون اللي بتشوفه قدامك هو حقيقه كل شيء، ولو خصمك عينه لفت في ثانيه طبعا استغل الفرصه وهاجمه في اللحظه دي. فبتعرفه يورا ان مع حق وان الحاجات دي هي اللي خلت ايتسو يزهق منها. وهنا بيعرفها ناري الشعار التاني العيله وهو ما تركزش على اللي بتشوفه بس. وبيقول مهما كانت الصوره واضحه ليك انت ما تعرفيش مشاعر ايتسو الحقيقيه بتكون عامله ازاي، ولو عايزه تعرفي روحي واسالي بنفسك. وهنا بتقول يورا ناري ان شعارات عيلته متناقضه ومش شبه بعض. فبيقول ناري لا هي مش كده. في نفس اللحظه بيسمعوا صوت انذار بانتشار الضباب الاسود بعد 20 ثانيه. فبيقول ناري اننا لسه الصبح اللي حصل بدري كده. فبينزل ناري بسرعه وبيشوف السوكي وهي بتجري وبينادي عليه. فبيروح جري عليها وبيقول كنت مفكرك في المسرح، لكن في نفس اللحظه بيفرق بينهم الحاجز وبتطلب منه سوكي انه ينقذها وبتتجمد. بعدها بيشوف تاكي عربيه طايره فبيقول عليها خرده سحابيه. فبتقول كازورا اسمها عربيه. فبيدخل ناري وبيقول ايا كان المهم فين تسو. فبتعرفوا يورا انه في الضباب وانهم ما ينفعش يقفوا كده ويتفرجوا. وبتقول انهم هيستدعوا للشجيجه. فبيطلب منها ناري انه يتحكم فيه علشان يحمي سوكي وانه هيهزم الوحش. فبتقول كازورا انت بتقول ايه، وطبعا مش عاجبها كلامهم وبتكون مستغربه اكتر ان يورا وافقت على حاجه زي دي. فبيسلم ناري ويورا على بعض وبنشوف الوحش لسه هيدمر سوكي لكن ناري بيضربه بعيد وبيفتح الوحش بوابه وبيهرب منها. وبتكون يورا مستغربه لكن ناري بيكون فاكر اللي هيحصل. ولما بيفتح بوابه تانية وبيطلع منها بيجري عليه، لكن الوحش بيدخل البوابه وبيطلع من واحده تانية وبيضرب نار وبتيجي على تسوكي. ولما بيروح عندها بيلاقيها زي ما هي فبيطمن. وهنا بيعمل الوحش عليهم دايره وبيكون فيها بوابات كتير، لكن ناري بيعرف ان الوحش بيكون هدفه تسوكي وبيعرفه ان ده تصرف قذر منه. وبيلاقي كل بوابه بتهاجمه بنار كل شويه. فبتقول كازورا ان فعاليه انتاج مفاعل الارواح بتقل ومش هيشتغل، وفجاه بتختفي البوابات وبنلاقي الوحش بيهاجم ناري دايركت. فبتقول يورا ان ده اسوأ احتمال ممكن يحصل وبتطلب من ناري انهم يرجعوا لكن ناري مش بيرد. وبعد كده بيبص على تسوكي وبيقول لا المره دي انا هحميها، وبيستخدم قوته علشان يصدوا الهجمه. فبيجري على الوحش وبيكسر الباب لكن الوحش بيكون هرب وبيطلع من وراه وبيضربه. لكن ناري بيقول له انا فهمت طريقه تحركاتك. وبيكون ناري حط ايده في البوابه وطلع كوره من ظهر الوحش قبل ما يهاجمه وبيدمرها وبيموت الوحش. فبيقول ناري انت مفكرني هسيبك تكسب. وبعد كده كل حاجه بترجع لطبيعتها وبيقف ناري بالشجيره بتاعه قدام سوكي وبتكون لسه ما فاقتش وبتكون بتتنفس وحيه كمان. فبيقول ناري انه كده اطمن. وبعد كده بنشوف ناري وهو فاقد الوعي ويورا جنبه وما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل. وسيبي يكون وصل وواقف بعيد وبيقول للوحش انه شكله بيعاني وبيبدا سي يهاجم بالوحش قصاد الوحش التاني. وسيبي بقى عايز يوقف اللي بيحصل لانه خلاص المدينه شبه اتدمرت وبيستخدم سي مهاره
الهجوم الشرس، وبيقدر يوقف الوحش ويثبته، وفعلا الوحش مش بيقدر على قوة سي، وبيستخدم سي كل قوته علشان يقضي عليه، وسي مش بيكون قادر يستخدم نفس مهارة ناري، وبيبص على ناري وهو بيقول ان دي قوته لوحده. وبعدين ناري بيفوق اخيرا وبيبقى قدامه كازورا والباقيين، واول حاجة بيسأل عليها هي تسوكي، وكازورا بتقول انه صح اخيرا، لكن ناري مش بيهتم بكلامها وبيزعق وبيسأل على تسوكي تاني، وكازورا بتقول لتسوكي تدخل، واول لما ناري بيشوفها بيفرح، وتسوكي بتعرفه انها عرفت بالقصة كلها وانه رجع بالزمن وحماها، وناري بيقول لها ايوه صح وانه عدى بكده، وساعتها تسوكي بتشكره وناري بيتحرج، وفي الوقت ده يورا بتقطع كلامهم وبتقول ده مش وقت الاحتفال، وبياخدوه علشان يشوف اللي عمله، وبتبقى المدينة خلاص اتدشدشت، ولما ناري بيشوف المنظر ده مش بيصدق وانه هو اللي عمل كده، وبيفهموا انه لو سي ما كانش واقفة كان زمان الضرر هيبقى اضعاف، وناري بيتضايق، وبيبقى ناري بعدها راح يقابل سي، وسي بيسأله لو انه ما كانش قادر دايما انه يستخدم قوته، وناري بيرد عليه ايوه، وانه نفس الموضوع لما جه للعالم ده ورجع بالزمن، وبيكون ناري مش مصدق انه قدر يعمل كل ده. فجأة في ساعتها سي بيعرف ناري انه عايز يستغل قوته في احتفال الفوضى المئوية، وناري بيقول له انه ده خطير، ووقتها سي بيجاوبه انه سواء كان خطر او لا فهم هيعملوا كده علشان يضمنوا انتصارهم، وناري بيسأله هو ايه اساسا الفوضى المئوية ده، وساعتها كازورا بترد على ناري انه في الوقت اللي زي ده كل قرن بيختفي الحد اللي بيفصلهم عن عالم الاوني، وانه الفوضى المئوية هي طقوس بيقدروا منها يعدوا من خلالها عالم الاوني ويدمروا الاسياد بتاعتهم، وناري بيتصدم، وسي بيرد على ناري انهم بيختاروا شخصين من رتبة ال5 نجوم علشان يقدر يستدعي الشيكيجامي النهائي واللي قوته بتكون عظيمة، وانه الانتصار حافظ ليهم على السلام، وانه علشان يعملوا الطقوس دي لازم يكونوا مرتبطين بعالم الاوني، وسي بيسأل ناري لو هيقبل رتبة ال5 نجوم، وناري بيقعد بعد كده مع تسو بيحكي له اللي حصل، وتسو مش بيصدق، وناري بيعرفه انه قال لسي انه هيفكر لكن شكله هيرفض، وتسو بيتصدم من ناري لدرجة انه شرق وهو بيشرب، وبيقول لناري انه اتجنن وانه ال5 نجوم دي شرف اي حد بيتمناه، وناري بيقول لتسو انه عارف وعلشان كده مش هيناسب شخص زيه ولسه بيبدأ يتعلم تقنيات الأونومي، وكمان بيبان انه قلقان وبيقول هم هيعملوا ايه لو قوته خرجت عن السيطرة تاني، وتسو بيسأله هو ناوي يعمل ايه، وناري بيعرفه انه خلاص قدر يحمي سوكي، وتسو بيسأل لو هيرجع للعالم بتاعه، وساعتها ناري بيعرفه انه مش عارف هيرجع ازاي لكن في حاجة هو لازم يعملها، وبعدها ناري بيروح يعتذر لسكان المدينة وبيتأسف ليهم، وبيقولوا له انه كويس انه ما كانش في ضحايا اللي عمله، وواحد تاني بيقول له يبص هو عمل ايه في المدينة، وبيقول لناري انه مستوى الأونومي هبط طالما بقى في ناس زيه، وفي الوقت ده ناري بيسمع حد وهو بيقول ان هو كمان بيتحمل جزء من المسؤولية، ولما ناري بيشوف مين بيعرف انه سي، وسي بيقول لسكان المدينة انه هو اللي عين ناري نومي، وهو كمان بيعتذر ليهم، وسكان القرية بتقولوا انه مفيش داعي يعتذر، وسي بيقول لهم انه هيساعدهم في التصليح، وبعد كده ناري وسي بيكونوا بيساعدوا في التصليح مع السكان، وناري بيسأل سي انهم ما ينفعوش يستخدموا التقنيات علشان يسرعوا الاصلاح، وسي بيرد على ناري انه لسه تعبان من القتال بتاع امبارح، وبيقول سي انه الاحسن انهم يتواصلوا من قريب مع سكان المدينة، دي افضل حاجة، وانهم يقدروا يشوفوهم وهم بيسعوا يحسنوا ظروف عيشتهم، وانه ده شجعه كتير في الوقت اللي كان عايش فيه خلال 1000 سنة، وناري بيتخض وبيقول له 1000 سنة، وبيعرفوا سي انه عاش اكتر من 1000 سنة، وناري بيسأل سي لو الطبيعي هنا انه الناس تعيش المدة الطويلة دي، وسي بيقول له لا وانه هو استثناء، وبيبلغ سي الناس انه خلص، والناس بتفرح، وبيعرف سي ناري انه عنده فكرة يقدر يتحكم فيها بقوته، وفي اللحظة دي بتوصل السوكي وبتنادي على ناري وبينزل لها بأقصى سرعة، وبيسألها لو في حاجة، لكن السوكي بتسأل لو هو فاضي بكرة بالليل، وناري بيعرفها انه وقتها هيكون خلص تصليح، وبتفرح السوكي وبتطلب منه يروح معاها يزور المحلات اللي بتفتح في مهرجان المئوية، وبتعرفه انها عايزة تشكره علشان انقذها، وناري بيطير من الفرحة وبيقول لها اكيد، وفجأة بنشوف واحد بيكون مراقبهم بس هيطلع مين ده اللي هيبان، وتاني يوم بالليل بيبدأ الاحتفال بالمهرجان، وناري بيسمع حد بيقوله اتأخرت، ولما بيشوف مين بتبقى تسوكي وبتكون جميلة جدا، واول لما ناري بيشوفها مش بيقدر يتحكم في نفسه وبيقول انها ظريفة جدا، وبيعتذر ليها ناري علشان اتأخر، وتسوكي بتقرر تعاقبه وبتطلب منه انه يفوز ليها بلعبة، وناري بينفخ نفسه وبيقول لها انه دي حاجة سهلة بالنسبة له، وبيستخدم قوته وبيبدأ يرمي السهام لكن مش بيقدر يجيبها، وبيحس انه اللعبة اتحركت، وبيسأل البايع وبيقول له لا، وبنشوف تسو مع يورا وهم شايفينهم، وتسو مراقبهم وواقف مستخبي، وبيبانوا انه هو نفس الشخص اللي كان واقف وسمع
كلامهم، ويورا بتكلم نفسها وبتقول هي بتعمل ايه هنا، وتسو بيجاوبها انه ما كانش هينفع يجي لوحده علشان في احبه كتير، ولو جه لوحده هيكون مفضوح. وبيقول لها انه مش هيقبل ابدا ان تسوكي وناري يروحوا في خروجه سوا. وتسو بيبص على يورا وبيقول لها انه اللبس ده لايق عليه جدا، ويورا بتزعله وبتقول له يسكت. وساعتها ناري بيقفش تسو بيقول له يبقى هو اللي عمل كده وخسره. واول لما تسو بيشوفه بيتصرف كانها صدفه. وبعدها بيقضوا الوقت كلهم مع بعض، وتسوكي بتقول لسو كان عرفهم انه موجود من بدري، بس تسو بيقول لها انه ما كانش عايز يضايقهم ويتطفل عليهم. وناري بيقعد يقول له انه مزعج، وتسوكي بتفتكر انه يورا وتسو حبيبين، وتسو وشه بيجيب الوان وبينكر وبيقول لها انهم مش مرتبطين. وساعتها بنشوفهم واحد من سكان المدينه واللي قابل ناري قبل كده وزعله على اللي عمله، وبيكون عنده مطعم وبيقول لناري انه شكله مستمتع بوقته قوي. ولما ناري بيشوفه بيعتذرله، لكن صاحب المطعم بيطلب من ناري ياكل من مطعمه علشان ساعدهم. وكمان مراته بتقول له انهم سمعوا انه انقذ بنت اختها، وبتكون نفس البنت اللي ناري انقذها. وبعدين بيتجمعوا كلهم وناري بيحكي مع البنت الصغيره وبيكون مبسوط. وبعدها تسوكي بتسال ناري لو هو عنده اصحاب من العالم بتاعه، لكن ناري بيغير الموضوع وبيسال هو مش المفروض انه احتفال الفوضى المئويه ده خطير، وانهم يعملوا مهرجان في الوقت ده اكيد مش كويس. وتسوكي بتعرفه انه بالنسبه لكل اونومي فهي مش مجرد حاجه عاديه، دي مساله حياه او موت، وكمان لانهم اخر 1000 سنه عمرهم ما اتهزموا ابدا. وفي الوقت ده بتيجي صاحبه تسوكي واللي اسمها ميو مع وودا، وبيعرفوها انه اختاروهم علشان يأدوا راسة توديع الفوضى المئويه. وتسوكي بتفرح، فناري بيستغرب وبيفهموا تسو ان السكان هيحتفلوا في الوقت اللي هم هيكونوا فيه في المعركه. وتسوكي بتقول بابتسامه انهم اكيد هيولعوا المسرح من الحماس بالرقصه بتاعتهم. وبيبتدي الاحتفالات والناس كلها متجمعه وفرحانه الا ناري اللي بيكون قاعد لوحده وبعيد وشكله حزين. وبعد ما بيخلصوا ناري بيكون واقف لوحده، وساعتها بتيجي تسوكي وبتساله ماله ولو مش مبسوط، لكن ناري بيعرفه انه مبسوط لدرجه انه بيسال لو مسموح لهم يكونوا مبسوطين بالشكل ده. وبتساله تسوكي اللي بيحب يعمله، وبيتفاجئ ناري من سؤالها وبيفهمها غلط. وساعتها بتساله هي تقصد عايز يعمل ايه في المستقبل، وبتسال لو عايز يرجع للعالم بتاعه، لكن ناري بيبص للسما وبيقول انه حتى لو قدر انه يرجع للعالم بتاعه فهو ما عندوش حد مستنيه. وبيعرف تسوكي ان عيلته ماتت من وقت طويل، وده غير انه دايما كان مكروه بسبب شكله، لكن هو ما كانش عايز يستسلم كل ما بيفتكر عيلته، وانه ما قدرش انه هو يتخلى عن شعارات عيلته اللي اتعلمها من وقت ما كان صغير، وكان حاسس انه اهله مراقبينه دايما كانه مش وحيد. وبعدها هو لقى نفسه هنا وقابل اصحاب يقاتل معاهم، وانه كمان في ناس محتاجينه في العالم ده. وبيبان ان سو واقف بعيد وبيتصنت وسامع كل كلام ناري. وبيكمل ناري كلامه انه كمان قابل بنت معجب بيها وبيكون قصده على تسوكي، وبيقول انه شعار من شعارات عيلته هي انه ما يتعودش على الوحده، وانه دلوقتي فاهم معنى الجمله دي، وانه حاسس انه لو فضل في العالم ده هيكون احسن ليه. وساعتها تسوكي بترد على ناري وبتقول له انه دايما الانسان بيكون مبسوط مع اللي بيحتاجه. وتسوكي بتقرر انها تكمل وتبذل كل مجهودها علشان رقصتها بيسعد الناس. وبتبص لناري وبتقول له انه رجع بالزمن وجاي علشان يحميها، علشان وعد انه يعمل كده. وبيرد عليها ناري ايوه، وبترد على تسوكي انه طالما كده فلسه في حد محتاجه، وبتعرفه انها مبسوطه انه موجود هنا معاها. وناري بيتفاجئ وبيفضل ساكت. وبنرجع لتسو بيكون مع يورا وبيكون لسه واقفين، وبيبان ان تسو اتأثر بكلامه. وتاني يوم بنشوف سيو وهو بيعلن قدام الكل انه هيعين اصحاب رتبه ال5 نجوم الجداد، وبيطلب من المختارين يطلعوا قدام يستلموا رتبتهم. وفي الناحيه التانيه تسوكي بتتفرج على الحدث وبتفرح لما بتعرف انه ناري من ضمن المختارين. وبنرجع لقبل الحدث وناري بيتكلم مع سي وانه مفيش مشكله انه يكون من رتبه ال5 نجوم حتى لو لسه مش فاهم قوته. وبيرد على سي انه ال5 نجوم بيقاتلوا مع بعض مش كل واحد لوحده، وبما انه معاه مهارات تسو في التحكم فهيقدروا يستغلوا قوته الكبيره، وهما الاتنين اثبتوا ليهم انهم يقدروا يعملوا كده. وبنرجع تاني لوقت تعيينهم وتسو وناري واقفين مع بعض، وسي بيطلب من كل الانومي يسقفوا المقاتلين ال5 نجوم. وبعد كده بنشوف تسو واقف مع يورا وبيبقى زعلان، وبيقول ليورا انه عارف انهم كانوا مع بعض لسنين وانه كان نفسه يكملوا، لكن بتوقفه يورا وبتقول له انه الفوضى المئويه هتكمل ولو هو طلع مش قدها فهي هتكون جاهزه علشان تاخد مكانه. ويورا بتضربه وبتقول له ما يموتش. وبيجي اليوم المنتظر وهو يوم الفوضى المئويه، وسي بيقول لناري انه عارف ان روح الممارسين بتدخل جسم معين علشان تستدعي الشيجيجامي، لكن الموضوع مختلف جدا بالنسبه للشيجيجامي العظيم لما بيستدعوه، وانه قوه كل الانومي الروحيه بتتركز علشان تحول ال5 نجوم للجسم ده. وبيسال سيناري لو هو مستعد وبيجاوبه ناري اكيد.
بعيد. وفي الوقت ده بنروح لأوضة العرض علشان السوكي هتأدي العرض بتاعها، وبيسألها وودا لو هي جاهزة، وبعدها بتبدأ السوكي العرض بتاعها وبتكون موهوبة جدا. وفي الناحية التانية ناري والباقي شايفينها وبيجهزوا علشان يستدعوا شيكيجامي، وفعلا بيستدعوه. عرض السوكي بينتهي وبتبقى قلقانة على ناري، وناري بيقول انه هو حاسس انهم ضخام جدا وان هم عندهم قوة كبيرة وبيظهر الوحش. وفي الوقت ده الأونومي بيدوا أوامر إنهم ما يسمحوش إن الطاقة تتقطع عن الشيكيجامي العظيم أبدا. وبنرجع لناري وتسو وبيبدأوا الهجوم على الوحش، وبيدوا ضربة قوية. وتسو بيحذر ناري إنه لازم يستوعب تحركات الوحش الأول وإنه ما يقربش منه لأنهم هيستنفذوا طاقته من بعيد. وبيبدأوا يهاجموه لكن الهجمات كأنها ولا حاجة على الوحش، وكل ما تسو وناري بيضربوا الوحش بيمتص قوتهم وبيبقى اقوى. وفجأة بيحسوا انه في حاجة غلط في الأونومي، وباقي الأونومي بيتفاجئوا ان الوحش قوته بتزيد مع كل خطوة، وبتكمل عند الخطوة السابعة ودي اللي هو وصل لها، وانه دي تقنية ريكي أونومي. وفجأة يورا بتصرخ بقى على صوتها انهم يبعدوا حالا، وناري بيقول انه هيستخدم قوته. وضربة ناري قصاد الوحش بتعمل الانفجار كبير جدا، وكل السكان بيخافوا. كازورا وشينو بيشوفوا انه حالة الشيكيجامي هتنهار بالشكل ده. وبالنسبة ناري وتسو بيكونوا استخدموا كل قوتهم، وبيطلب تسو من ناري يسيبه هو يكمل، وان هو اتولد وكبر في المدينه هنا وان هو اللي هيخاطر بنفسه. وتسو بيستخدم قوته وبينقل ناري لمكان تاني، وبيتعصب ناري ان تسو بعدوا عن القتال. وفي الوقت ده تسو بيستخدم كل قوته وبيحصل انفجار، لكن الوحش مش بيتأثر، بالعكس ده بيمسك تسو بيموته بكل سهوله قصاد كل اصحابه. ويورا وناري بيصدموا اللي حصل لتسو، والوحش بيقدر يهزم اي حد قدامه حتى سي لما ناري بيسأله لو هو يقدر يعمل اي حاجة، لكن سي بيقول له انه ده كان محبط جدا وانه خلاص اتقضى عليهم. وفي اللحظة دي بيحس ناري بالهزيمة والانكسار، وفجأة الوحش بيهجم عليه، وبنشوف ناري وهو مرمي وبياخد انفاسه الاخيرة ودمه مغرق جسمه. وبيشوف تسوكي الناحية اللي قدامه وهي ميتة، وبيقول لنفسه انه ده حصل تاني وبيتمنى انه يرجع بالزمن تاني. وفجأة ناري بيصحى وبيلاقي تسوكا قدامه وبيفضل يصرخ ومش مصدق اللي حصل. وناري بعد ما قدر انه يرجع بالزمن بيفضل يعيط زي الاطفال على اللي حصل. وتسوكي بتسأله لو هو كويس، وعينه كلها بتبقى مليانة دموع وحزن، وهو بيقول انه اسف وانه فشل في حمايتها مرة تانية علشان ضعيف. وبيفتكر كلام سين لما قال له انه خلاص المدينة انتهت واستسلم بسهولة من غير حتى ما يحاول يعمل اي حاجة، وبيتعصب على الاخر وبيقول انه سي واخد. وفي اللحظة دي بيجي تسو بيستخدم على ناري مهاراته علشان يتحكم فيه وما يهربش، وبيطلب من ناري يهدى وما يتحركش من مكانه. وكل ده لانه طبعا هو لسه ما يعرفوش، وبالنسبة له انه ناري دخيل على مدينتهم. وتسو بيقول لتسوكي تسيب الشخص ده ليه، هو هيتصرف معاه. وهنا ناري بيزعل لتسو وبيطلب منه يجيب له سي حالا، وناري بيبقى جواه نار مولعه ومحتاج انه يتكلم مع سي دلوقتي. وبعدها تسو بياخد ناري يقابل سي، ويورا بتقرب على تسو بتلومه وانه ما كانش ينفع يجيبه لهنا، وتسو بيرد عليها وبيعرفها انه لابس جهاز استبصار وعلشان كده هو افتكر انه واحد منهم. وبعدها سي بيكلم ناري وبيسأله هو مين، لكن ناري بيكون لسه متأثر باللي حصل وبيردد جملة سي اللي قالها قبل ما الوحش يخلص عليهم. وسي مش بيفهم قصده، وناري بيعرفه انه ده كلامه اللي هو قاله وقتها. ولما ناري صوته بيعلى كازورا بتقول لناري ان هو اتجنن وانه ازاي يتكلم مع سي كده. وسي بيكلم ناري وبيقول له انه مش فاكر انه قال كده، وناري بيرد عليه انه ده كلامه في المستقبل وانه تخلى عن السوق باقي الاونومي. والكل بيكون مستغرب كلامه، وناري بقى على صوت بيقول انه قال انه عايز يحمي المدينة دي، لكن دلوقتي هو بيسأل نفسه لو دي نيته فعلا. وسي بيرد عليه انه اكيد هو عايز المدينة دينجي تبقى في احسن حال، لكن ناري غضبه بيعميه وبيهجم على سي، وهو بيغلي من الغضب وبيقول له بلاش يدعي البراءة. لكن شينو بتقف قصاده وبتصد الضربة وبترمي ناري على الارض، وشينو بتسأل ناري هو بيعمل ايه لسي، وبتروح حجم ضربة جامدة عليه. وكازورا بتخاف وبتسأل لو هي هتقتله، ولما بيبصوا عليه بيكون اختفى وسط الدخان وبيروحوا يدوروا عليه. وبعدها بنشوف ناري وبيكون متبهدل وبيبقى قادر يهرب ومستخبي، وبيزعل انه مفيش حد هيصدق كلامه، وبيسأل نفسه يا ترى هو في انهي زمن دلوقتي، وانه ممكن يكون كبير المراجعين لسه ما جاش. يشوف السوكي وفجأة بيسمع تحذير وبيظهر الذباب الاسود، وكل الناس بتترعب والكل بيجري ينقذ نفسه الا ناري اللي بيفتكر اللي حصل وازاي مات على ايد الوحش وبيكون عايز ينقذ الناس، لكن وهو بيجري بيقع على الارض وبيلاقي جسمه كله سايب وبيتهز، وناري بيستغرب اللي بيحصل له. وفي الوقت ده بيوصل اروكا وكاجي وبيشوفوا ناري وبيتعرفوا عليه وانه هو اللي كان هيضرب سي، وبيقرروا يتجاهلوه ويركزوا
وركزوا ازاي يتخلصوا من الضباب الاسود الاول. وبنرجع لناري وهو مستغرب اللي كان بيرتعش، وساعتها الجهاز بتاعه بيشتغل وبيظهر انه في حد بيستغيث، وبيقدر يشوف من الجهاز انه واحد بيقتل ابنه، والضباب بينتشر اكتر وبقوه لدرجه انه الحاجز بيتفرتك وناري بيتصاب وبيقع على الارض. وبعد كده بنشوف ناري بيفوق وقدامه تسوكي وبيتفاجئ انها قدامه، وبيسال ايه اللي حصل، وبتعرفه ميو انه كان نايم ل3 ايام. وبيسال ناري تسوكي هو بيعمل ايه هنا، وبتعرفه تسوكي انها لقيته في الشارع وما قدرتش تسيبه، فبيشكرها ناري على اللي عملته. وبتعرفه تسوكي انه مويو هي اللي اهتمت بيه لانها كانت مشغوله. وبيسال تسوكي عن ميعاد العرض بتاعها اللي هيحضره كبير المراجعين، وبترد على تسوكي يقصد كبير مستشاري الامبراطور، وبتعرفه انه ده كان من يومين. وناري بيسال لو المراجع طلب يقابلها امبارح، وبتعرفه تسوكي انه جه امبارح مبعوث، لكن هي طلبت منه ياجل مقابله، وده بسبب انه حد من اعضاء الفرقه تعب فجاه. وبتبقى تقصد بكلامها على ناري وانها جابته علشان كده لازم تهتم بيه، وناري وشه بيحمر من الكسوف. وبعدها تسوكي بتساله هو ازاي عرف ان كبير المستشارين طلب يقابلها، وبيتوتر ناري وبيقول لها انه شافه في حلمه. وبيفكر ناري مع نفسه ان تسوكي ما اتحبستش في الضباب الاسود بسبب ان هي كانت مخليه بالها منه، وبيعرف ان المره دي قدر ان هو يغير حاجات في المستقبل، وبيتضايق من اللي حصل. وبعد كده تسوكي بتساعد ناري في تعقيم الجرح، وناري بيسالها هي ليه بتعمل كل ده علشانه، وهي ما تعرفوش اساسا. وتسوكي بتبص له وبتقول له انه مع حق، لكن بتعرفه انها لما شافته هو كان بيعيط بحرقه لما ظهر قدامها على المسرح فجاه، وبتساله لو كان بيعيط بسببها، وانه قال انه فشل في انه يحميها تاني. وبتعرفه تسوكي انه جملته دي فضلت معلقه معاها، وبتساله هو يقصد ايه بكلامه. وساعتها ناري بيقرر يعترف بكل حاجه لتسوكي، وبيعرفها انه شاف مدينه دينجي وهي بتتدمر. وبترد تسوكي عليه في الحلم، بيعرفها ناري انه ما كانش حلم، وانه في الحقيقه بيقدر يرجع بالزمن. وبيحكي لها الحكايه كلها، وانه دلوقتي قدر يرجع للماضي. وبيعتذر لتسوكي انها ممكن ما تصدقش قصته، لكن تسوكي بتصدق كلامه، وبتقول له ان دموعه كانت سادة. وبكل ابتسامه بتقول له يحاول تاني، وناري بيتاثر بكلامها. وفي نفس الوقت ده بنروح للاونومي، وبيكونوا زعلانين على موت اوروكا وكاجي، وإتسو ويورا بيقرروا يروحوا يتدربوا علشان يكونوا اقوى. وبنشوف سي مع كازورا وشينو حاطين صوره ناري، وبيكونوا عارفين مكانه. وبتسال شينو لتسوكي بتهتم بواحد زيه وانهم لازم يقبضوا عليه، لكن سي بيقول لها انه بس حاول يضربه. لكن سي بيبقى حاسس ناحيته بحاجه وعايز يعرفها، وبيقرروا يسيبوه دلوقتي. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه بيظهر الضباب الاسود، وساعتها ناري بيشوف الضباب وبيحصل له نفس اللي حصل قبل كده، وايده بتترعش. وبيعرف انه ممكن يكون خايف بسبب اللي مر بيه. وبعد كده بيوصل اخبار لناري انه الاون انتصر، وبتعرفه تسوكي انها سمعت انه كان في ضحايا كتير ومن ضمنهم الاونومي. وناري بيخاف وبيسال على تسو ويورا، لكن تسوكي بتطمنه وانه اللي قال لها الاخبار دي هو سو نفسه. وناري بيفتكر كلام سي وانه الاوني قوتهم زادت في اخر قرن، وبيقول انهم في النهايه مش هينتصروا في الفوضى المئويه، وبيتضايق. وفي الناحيه التانيه بيكون الاونومي فقدوا زمايلهم، والكل حزين على اللي بيحصل. وقتها سو ويورا بيسمعوا اتنين بيتكلموا مع بعض ان كل اللي اتهزموا كانوا من مرشحين رتبه ال5 نجوم. وبالنسبه لناري بيكون جاهز مكان ليه علشان يتدرب وعلشان يبقى اقوى، وبيتدرب بكل قوته مع تسوكي. وبيقول انه ما قدرش يجبر نفسه يدخل الضباب الاسود، وبيعترف بخوفه من الاوني. وبيفتكر اخر معركه لما كان مع تسو واتهزموا بشكل مأساوي، وناري بيكون محبط وانه قوته دي ما كانتش ولا حاجه قصادهم، وعلشان كده بيقرر انه يتدرب اكتر علشان يكون اقوى. وتسوكي بتشوف حاله ناري وبيصعب عليها جدا، وبتقرر تسوكي تعمل حاجه علشان تساعده. وبعدها بيقعدوا مع بعض، وتسوكي بتبدا تحكي له عن نفسها وانه دايما بيتقال عليها انه عندها موهبه فطريه في الراس بتظهر مره كل 1000 سنه، وبتحاول تواسي ناري. وبتقول له ياخدها كمثال وانها زي اي بنت في المدينه. وناري بيقول لها لا طبعا، وانها جميله جدا. وبتفهم تسوكي انه قصدها انها بتحس بالخوف قبل العرض بتاعها، لكن البنت العاديه اللي جواها هي اللي بتخاف. وعلشان تمنع خوفها في الاوقات اللي زي دي بتطلع قناع علشان تحطه على وشها، وانها لما بتلبسه بتقدر تركز وبتحس انها شخص مختلف تماما. وبتقدم راسه مميزه، وبتحس انه جواها حاجه بتصحى، وبتغير وقفتها وبتعدل نفسها، وبتتخيل نفسها في العرض وكانها شخص مختلف تماما. ولما بتخلص بتسال ناري عن رايه، وبيعرفها ناري انها صح، وانها وهي بترقص كانت شخص تاني خالص وعندها ثقه في نفسها.
والسوكي بتقرب على ناري وبتقول له ان القناع ده كان معاها من وهي صغيره، وبتعرض عليه لو عايز ياخد القناع بتاعها. وناري بيسالها لو هي متاكده، وبترد على السوكي بتقول له ايوه وانه يجرب. وناري بياخد القناع منها وبيبدا يجرب، وبتساله السوكي عن رايه، وبيرد على ناري انه القناع في ريحتها. والسوكي بتقول له انه مش ده قصدها. وبعدها سيبي يتجمع مع السو يورا علشان يتكلموا على الوحش وقوته، وبيقدروا يكتشفوا انه بيستخدم تقنيه التجميد، لكن من الواضح انها مش مجرد تقنيه تجميد عاديه، وده لان اي حد بيواجهه بيتهزم بسهوله. وبيكون دليلهم الوحيد هو فيديو الواحده معاهم، وبيظهر ان البنت بتكون خايفه جدا من حاجه مش ظاهره. وشينو بتعرفهم ان البنت دي قويه جدا، لكن نقطه ضعفها الوحيده هي الحشرات، وده لانها وهي صغيره اتعرضت لموقف مخيف مع الحشرات، والوحش استغل النقطه دي. وسي بيعرفهم ان واحد كمان اسمه كاسي كان بيخاف من الحاجات الحاده، واللي هو بيخاف منهم. وبيبقى الوحش مستخدم نوع من الهجمات النفسيه، وقوات الاوني بتجبر اعدائهم انهم يخافوا نفسيا، وبتربط قوه المخاوف دي بتقنيه التجميد. وسي بيخمن انه احتمال كبير نفس الاوني هيظهر تاني في الضباب الاسود اللي هيجي. وسي بيعرف السو يورا انه مش هيقدر يستخدم قوته في الفوضى المئويه، وعلشان كده بيقول لهم انه هيعتمد عليهم هما الاتنين في انهم ينتصروا ساعتها. وفي نفس الوقت ده ناري بيكون لابس القناع اللي اخده من تسوكي، وبيتدرب من غير اي راحه لحد ما بتوصل لتسوكي، وبتساله لو لسه ملقاش اللي عايزه. وبيرد عليها ناري انه حاسس انه مفيش حاجه اتغيرت، وبيمسك القناع وبيسال لو المره دي هيحصل تغير ويقدر يعمل اي حاجه لما يظهر الضباب الاسود. لكن السوكي مش بتسيبه وبتفضل تشجعه، وبتقول له انه ممكن يكون بيبالغ في تفكيره، وبتقول له ياخد كل حاجه بشكل ابسط، وانه مجرد خطوه واحده ممكن تكون اهم خطوه وتبقى الخطوه الاكثر حسما، وانه لو فضل مكمل كده هيكون ناري اللي بيظهر مره كل 1000 سنه. وكلام تسوكي بيحمسه ويشجعه انه يقدر فعلا يعمل حاجه. وسي بيشوفهم وبيقول هو منظر جميل، لكن بيسال سي نفسه يا ترى ايه اللي بيفكر في ناري. وبعدها سي بينبه شينو ان الضباب هيظهر بعد ثواني، وبيبداوا يستعدوا، وبتظهر بوابات حوالين ناري وتسوكي. وناري بيطلب من تسوكي تمشي بسرعه، وبيعرفها ناري انه هيفضل هنا، وانه كان قلقان لما يظهر الضباب وهو دلوقتي جاي بنفسه، ودي هتكون خطوه علشان يقدر يحاول المره دي. وناري رغم خوفه لكن بيتعاهد انه يهزم الوحش وبيستعد. واول لما بيظهر الضباب الاسود بيظهر الوحش وبيدمر كل حاجه حواليه. وناري بيقول له انت بقى اللي قضيت على اروكا وكاجي، وبيقول له انه مش هيرحمه. لكن الحقيقه ناري جوه خوف وقلق كمان، لكن بيقرر يواجه بكل شجاعه وقوه، وبيهجم على الوحش والوحش مش بيقدر يضربه. وناري بيقدر يهجم على الوحش من فوق، لكن ضربته بتكون ولا حاجه. وبيترعب ناري انه لسه مش قادر يعمل حاجه، والوحش بيهجم على ناري هجوم مختلف. وفجاه بتظهر فراشه، واول لما بتتحول الفراشه وبتتغير شكلها ناري بيلاحظ ان ايده بدات تتجمد. وفي اللحظه دي بيتدخل السو يورا وبيستخدم النار وبيبداوا الهجوم. ولما ناري بيشوفهم بينادي عليهم، والسو بيقول له انت تاني. وبيستغرب السو ازاي ناري قادر يتحرك، لكن يورا بتقول له يركز في المعركه دلوقتي ويكملوا في الهجوم قبل ما يستخدم عليهم هجومه النفسي. وبيستخدم السو مهاره العناصر الخمسه وبيهجم عليه. وناري لما بيسمع انه الوحش بيستخدم الهجوم النفسي بيفهم انه الجليد هو خوفه. وبنرجع للوحش وبهجمه واحده بيهجم على تسو يورا، وبتظهر فراشه تاني وبيبداوا يتجمدوا. ويورا بتتاثر بالهجوم ده، ولما تسو بيلاحظ بيقلق عليها، لكن يورا بتطمنه ان دي مجرد خدعه وهتقدر تتغلب عليها. وبتطلب من تسو يكمل هجوم على الوحش، وبيهجم تسو على الوحش بمهاره العاصفه الكبرى واللي بتبقى جيش من الورق، لكن بيفشل تسو في الهجمه. وكازورا بتبقى شايفه كل ده وبتتمنى ان تسو ينجح ويخلصهم من الوحش، لكن الآلي بتاع تسو بيبقى خلاص الوحش قرب يجمده كله، وحركته بتكون صعبه جدا لحد ما بيتدخل ناري وبيهجم عليه. لكن ضربه ناري بتبقى ولا حاجه قصاده، وبيتحدف ناري على الارض. وبيستخدم الوحش قوته، وناري وتسو يورا بيتجمدوا. وناري مش بيبقى عارف يعمل ايه، وانه حاسس انه مش قادر يعمل اي حاجه، وانه اللي حصل قبل كده هيتكرر تاني. لكن في وسط اللي بيحصل ده كله بيفتكر ناري تسوجي وكانها الامل والنور اللي هينور في طريقه. وناري بيفتكر كلام عليه وانه ياخد كل حاجه ببساطه، وخطوه واحده بس ممكن تغير حاجه. وبيردد كلامها، وناري بيبدا يتخيل نفسه لوحده ويركز كويس. وفجاه بيحس ناري بحاجه مختلفه وقوته بتزيد، وهو بيقول انه هيجي ناري اللي قوته بتظهر مره كل 1000 سنه. وبيبدا يتحول، وبيظهر انه عنده ايادي كتيره جدا وبتتجمع كلها في ايد واحده، وبتبقى قويه جدا. وفي الوقت ده بيقرب الوحش على ناري، وبينزل عليه بسيف كبير جدا. وفي لحظه صمت، والسو مش مصدق اللي شايفه، وكازورا وسي بيكونوا مراقبينهم من الشاشات. والمفاجاه انه بيظهر ناري في هيئه مختلفه تماما وعلى شكل وحش، وبيمسك السيف بتاع الوحش وبيبعده وبيطير الوحش من مكانه. وناري
بيكون قوي جدا وبضربة واحدة بيقدر يرمي الوحش بهجمة قوية طيرته، بس الضربة دي هتكون كفاية تقضي عليه ولا لا؟ ده اللي هيبان. وبعد ما ناري هجم بقوة على الوحش في الوقت ده سي وشينو مراقبين الأوضاع ومش مصدقين تحول ناري، وبنرجع لناري واللي بيحس بالقوة في كل حتة منه وبيجمع قوته بيهجم على الوحش. وفجأة بتظهر الفراشة تاني فبتحاول تخوفه وتظهر المخاوف بتاعته، واللحظة ناري بيتأثر وبيفتكر كلام سيليه وانه خلاص المدينة انتهت، وبيشوف تسوكي وبيرجع من مخيلته وبيلاقي ان جسمه بينتشر في النار، لكن ناري بيسيطر على نفسه وبيهجم على الوحش. ولما الوحش بيهجم على ناري بيقدر يصده، وناري بيحس ان عنده طاقة كبيرة ويقدر يعمل اي حاجة عايزها وبيطير ويرفع سيفه في وش الوحش. ولما الوحش بيحاول يصده بسيفه ناري بيقسم سيفه وبيدمر الوحش. وفي الوقت نفسه كازورا مش بتصدق اللي شايفاها وان ناري قدر يخترق هجوم الوحش بالسيف، وشينو بتنبهر من اللي حصل. وبعد ما القتال بيخلص يورا وتسو بيروحوا لناري وتسو بيسالوا القوه اللي هو استخدمها، فبيرد ناري عليهم انهم يقدروا يقولوا ان دي خطوته الاكثر حسما، فبيقول لهم انه مش هيسيبهم يموتوا دلوقتي. وناري بيسمع ناس جايين وبيدوروا عليه، فناري بيقرر يخلع بسرعه وبيطلع يجري وهو بيفكر في تسوكي. وفي الوقت ده تسوكي بتبقى ماشيه في امان الله وبتسمع حد من وراها بينادي عليها، ولما بتشوف مين بيطلع سي، فالسوكي بتسأله عن السبب اللي جابه، فبيعرفها سي انه عايز يتكلم معاها، والسوكي بتدخله البيت وبتسأله ايه اللي عايز يتكلم فيه، وسي بيعرفها انه عايز يطلب من فرقتها تأدي راسة توديع الفوضى المئوية اللي جاية. فالسوكي بتفرح وبتبقى عايزة تعرف صحابها، بس قبل ما بتخرج بيوقفها سي وبيسألها عن ناري وبيبقى عايز يعرف هي تعرف ايه عن قدراته. ولما تسوكي ما بتفهمش قصده بيوضح لها سي انه يقصد القدرة اللي بيتكلم عليها وليها علاقة بالسفر بالزمن والقوة اللي بيبينها جوه الضباب الاسود من شوية، وسي هيموت ويعرف ازاي ناري بقى عنده القوة دي. وتسوكي بتتجاهل كل كلام سي ولا كأنه اتكلم، وبتقول له ناري كويس مش كده، وبترد على نفسها وهي مش بتبقى مصدقة انه ناري قدر يقاتل جوه الضباب الاسود. وسي بيبقى مستغرب ازاي ناري قدراته اتحسنت جوه الضباب الاسود النهارده، فبيسأل تسوكي لو القناع اللي اخده منها له علاقة بده، وتسوكي بتحاول تبرر نفسها وبتعرفه انها بتستخدم القناع ده من وهي صغيرة وما فيهوش اي قوة خارقة. وفجأة سي نبرته بتتغير وبيسأل تسوكي اللي تعرفه عن نهاية وتقليص العالم، لكن تسوكي فعلا مش بتكون عارفة حاجة. وساعتها سي بيستخدم قوته عليها وتسوكي بتفقد الوعي، وبيستخدم سي قوته علشان يعرف الحقيقة منها، وبيبدأ يسألها وهي نايمة وبيعرف اسمها وبيسألها اتعرفت على ناري امتى، وبتحكي له كل التفاصيل. ولما بيسأل عن تقليص العالم فعلا تسوكي مش بتعرف حاجة، ولما بيعيد السؤال بتجاوبه انها ما تعرفش. وفي اللحظة دي بيدخل ناري وبيلاقي تسوكي بالشكل ده وبيفقد اعصابه وبيصرخ ناري في وشه، وسي بيطلب انه يهدى وبيستخدم قوته علشان يلهي ناري وبيختفي من قدامه. وبعدها ناري بيجري يطمن على تسوكي، ولما تسوكي بتفوق بيسألها سي عمل فيها ايه، ولما بتسمع اسمه بتعرفه انه سي اختارها علشان تأدي الرقصة. وفي الوقت ده سي بيرجع على المقر بتاعهم، وشينو بتعرفه ان الاكل جاهز وبتطلب منهم ياكلوا سوا، لكن سي بيعرفها انه مش جعان. وبنرجع لناري مع تسوكي وبيسألها هو سي عمل فيها ايه، بس بتعرفه تسوكي انه كلمها عن رقصة في الفوضى المئوية. ولما بيسألها حصل ايه بعدها بتعرفه انها نست، وناري بيتضايق وبيطلب منها ما تثقش فيه ابدا. فبتقول له تسوكي انه شكل سي كويس على الرغم انها سمعت اشاعات عنه وانه بيعمل تجارب على سكان دينجي. وناري بيتصدم وبتكمل تسوكي كلامها انها سمعت انه بعد ما سي بقى رئيس مكتب الانومي بدأ الضباب الاسود يظهر، وناري بيخاف وبيطلب من تسوكي ما تقربش من سي، بس تسوكي بتطمن ناري انها هتكون كويسة وبتقرب منه وبتقول له انه هيحميها مهما حصل بما انه قدر يظهر شخصيته اللي بتظهر كل 1000 سنة. وناري بيقول لها اكيد وبيعرفها ان القناع ده اداله قوة كبيرة. وتسوكي بتمسك ايده وناري بيتكسف، وتسوكي بتبدأ تقول كلام ليه وناري مش فاهم حاجة، وبتعرف تسوكي انه دي تعويذة علشان حياته مهمة بالنسبة لها. وناري بيتأثر وبيشكرها. وبعد كده بنرجع لسي ومع يورا وتسو وبيطلب من الكل يسقفوا لاصحاب ال5 نجوم. وفي نفس الوقت تسوكي والباب يتفرجوا على الحدث، وتسوكي بتفرح علشان يختاروا تسو. وناري ساعتها بيعرف تسوكي انه هيغيب لفترة وبيطلب من تسوكي حاجة لسه هنعرفها. وبنروح لتسو هو داخل اوضته وفرحان انهم اختاروه، بس بيتفاجئ لما بيلاقي ناري في وشه وبيقول له مبروك. وتسو بيسأل ناري ازاي دخل، وناري بيعرفه انه بقاله فترة وكمان جهز له الاكل. وبيتعصب تسو وبيسأل هو عايز منه ايه، وناري بيوضح له انه جاي يحتفل معاه ويحضر له الاكل. ولسه تسو هيزعق وانه ازاي هياكل من واحد ما يعرفوش، بس بيشم ريحة الاكل وبيضعف. وساعتها ناري
بيستغل ده وبيقول له ريحة الأكل حلوة مش كده، وبيطلب ناري منه يجيب يورا كمان، لكن تسو بيقول له إنه حتى لو طلب اعتقاله اتلغى فهو برضه حاول يهاجم سي وبيقطع ناري كلامه، وبيطلع له هدية وبيعرفه إنها ربطة شعر سوكي، وبيبقى ده طلب ناري منها. وبعدها بنشوف ناري وهو قاعد مع سو يورا وبيتكلم كتير، ويورا متضايقة وبتسأل هما ليه المفروض ياكلوا من أكله، ومش بتكون طايقة ناري وبتستغرب ايه سبب احتفاله بيهم، وناري بيرد عليها انهم كانوا بيقاتلوا سوا، ويورا بتسأله لو هو كان بيحلم ولا ايه، وناري بيقول لهم انه حاسس انهم هينسجموا سوا. ولما سو مش بيفهم وقتها ناري بيطلب منهم ياكلوا دلوقتي ويكملوا كلامهم بعدين. وبعد ما بيخلصوا اكل سوا وبيحكي لهم ناري القصة كلها، تسو بيقول له انه يقصد انه راجع بالزمن اكتر من مرة وانه اتهزم في الفوضى المئوية، والناري بيقول له فعلا ده اللي حصل، ويورا مش بتبقى مقتنعة بكلامه وبتسأله لو هو فعلا من عالم تاني لان على ايده رسمة نجمة ورد جيريس. وناري بيستغرب وساعتها تسو بيفهمه ان كل سكان دينجي بيتحط لهم نجمة اول لما بيتولدوا، وبيوري له الرسمة اللي على ايده هو كمان، وده علشان يقدروا يعرفوا الناس الغريبة عنهم. وناري بيستغرب انه دي طلعت مش كدمة وانه على ايده من فترة، وناري بيقول لهم المهم دلوقتي انهم لازم يتكلموا عن الفوضى المئوية، وبينبههم ناري انه لازم يخلي بالهم من الخطوات السبعة اللي هيستخدمها الاوني. ويورا مش فاهمة ايه الخطوات السبعة، وتسو بيقول له ان في الماضي محدش اتكلم ابدا عن الخطوات السبعة دي، فناري بيعرفه ان المرة دي هتكون مختلفة وهيستخدمها علشان يقدر يفوز، وانه مش بس حاكم الاوني هو العدو الوحيد ليهم، دول الباقي كمان هيحاولوا يصدوا هجماتهم. وناري بيعرفهم انه هو هيهتم بالوحوش دي، ولما بتسأله يورا هيعمل ايه بيعرفها ناري انهم شافوا قوته وانه دلوقتي ما بقاش ضعيف زي الاول، وانه كل مرة بيرجع بالزمن في حاجات بتختلف، فهو مش متأكد قوي لكن هما لازم يستعدوا كويس. وبعد ما ناري بيروح يودي الاطباق، يورا بتاخد رأي تسو في كلام ناري ليهم وبيرد عليها انه كلامه مش منطقي لكن شكله مش بيكذب، ويورا بتسأله لو بيقول كده علشان الهدية، بس تسو بيرد عليها انه مش بسبب الهدية لكن بسبب الاكل اللي كان طعمه حلو، وانه مش معقول انه حد شرير هيعرف يطبخ كويس كده. لا اقنعتنا بصراحة، ويورا بتتشل منه فعلا. وبعد كده بيبدأ الاحتفالات بتاعة يوم الفوضى المئوية، وناري واقف وبيتوعد انه هيحمي سوكي، وتسوكي في الوقت ده بتبدأ عرض الرقصة بتاعتها. وفي الناحية التانية ناري بيروح لسي، وكازورا بتسأل ناري هو بيعمل هنا ايه، فناري بيعرفها انه هنا علشان يشوف سي بيعمل ايه وقت الفوضى المئوية. وساعتها سي بيبقى لابس جهاز وبيقول لناري انه بيمهد الطريق ناحية عالم الاوني وانه هو الوحيد اللي هيقدر يعمل ده. وناري بيقول له هو مش عارف هو بيفكر في ايه لكن هو هيحاول يخليهم يفوزوا في الفوضى المئوية. فبيرد سي انه بيتمنى المرة دي انه يقدر يفوز، وناري بيتفاجئ انه قال المرة دي وبيتعصب على الاخر وبيسأل سي لو هو كمان قدر يرجع بالزمن، لكن سي بيقطع كلامه وبيقول له ان هو مأخره وانهم المفروض يبداوا دلوقتي والا فرصة قتالهم هتروح. وناري بيمشي، وساعتها جازورا بتقول لسي هو هيسيبه يمشي كده عادي، فبيرد عليها انه هيبان في الفوضى المئوية لو كان هيجيب حظ كويس او كارثة لمدينة دينجي. وبيبدأ سي في التجهيزات وبيظهر الضباب الاسود وبيظهر ملك الاوني، وبيستعد تسو يورا للمواجهة. ولما تسو بتشوف الاوني بيسأل يورا لو هيعملوا زي ما ناري قال لهم ويهجموا الاول، ويورا بتقول له مش مهم وانها دايما بتفضل الاسلوب المباشر وبتبدأ تهجم على الوحوش. وناري بيكون موجود وبيعرف انه ده نفس الاوني وبيفكر ازاي يمنعه انه يستخدم الخطوات السبعة، وبيقول ان المهم دلوقتي يخلص على الباقي. وبيلبس قناعه وبيتحول زي اخر مرة وبتبقى سرعته وقوته كبيرة. وبنرجع ليورا وتسو وبتطلب من تسو يستخدم العناصر الخمسة وبيهجم على الوحش. وفي الوقت نفسه ناري بيدي على اي وحش بيقابله في وشه، وبيروح لوحش تاني باقصى سرعة وبيقول انه مش هيسيبهم يوصلوا ليهم. وفي اللحظة دي بيستخدم تسو مهارة الرعد الخماسي وبيهجم بيها على ملك الاوني، وبيسأل لو ده نفع معاه علشان يقضي عليه، لكن بيتفاجئ انه بيلاقيه زي ما هو ولا اتأثر بأي حاجة وبدأ يمشي ناحيتهم. ولما يورا بتحاول تهجم عليه مش بتقدر، ورجل الوحش بتاعهم بتتكعبل، ويورا وتسو بيبقوا في ورطة، والوحش قوته بتزيد، وتسو بيشوف انه قوة ملك الاوني بتعلى. ويورا بتستغرب انه لسه حتى ما عملش السبع خطوات بتاعته. ووقتها كازورا بتعرفه من الوحش بيحول الضربات اللي تصاب بيها لطاقة، فسي بيحذرهم انه في نفس الوقت الوحش بيبطئ سرعة الشيكيجامي. وبنرجع للوحش اللي بيوجه ضربة قوية لسويورا، وساعتها ناري بيشوفه من بعيد وبيخاف لكن بيقدروا يصدوا الضربة، بس بيبقوا تعبوا وهم بيحاولوا يصدوا الضربات. وفي اللحظة دي ناري بيلاحظ حاجة وهي مكان مصدر القوة اللي بتتبعت للوحش. وفي الوقت ده يورا وتسو بيقرروا الهجوم على الوحش،
وساعتها ناري بيحاول يروح لمصدر الطاقة لكن بيقابل وحوش تانية وبيقرر يخلص عليهم، وفي الوقت نفسه يورا وتسو مش بيقدروا على الوحش، وناري بيبقى قصاده وحشين وبيقرر يخلص عليهم بسرعة، وناري بيضرب الاتنين في بعض وبيدمرهم، وبيسمع صوت صريخ وبيقرر يسرع علشان يشوف مصدر الطاقة اللي بياخدها الوحش، وبيعدي حاجز، واول لما بيدخل بيحس بحاجة غريبة في طاقته وقدامه وحوش كتير وبيهجم عليهم، وساعتها سويورا لسه قصاد الوحش لكن ناري بيقدر يخلص على كل الوحوش، وده بيضعف قوة ملك الأوني وبيقضي عليه، وساعتها تسو بيستخدم قوته ومهارات الخمس عناصر مع يورا، والوحش بينتهي تماما وكل الناس بتكون مبسوطة بالإنجاز ده وانتصارهم. ووقتها ناري بيتفاجئ إنه لسه في وحوش تانيين بيخرجوا، بس فجأة بيحس بحاجة غريبة والشعار الخاص بمدينة دينج على إيده بينور، وساعتها بيطلع وحش عليه بس ناري مش بيسمي وعلى طول بيديله ضربات جابت أجله، والصدمة إنه بيطلع كاجي، وساعتها العلامة اللي في إيد ناري بتختفي وناري بيتصدم إنه طلع كاجي، وفجأة الحاجز بيختفي والوحوش بتظهر على شكل بشر، وناري مش بيفهم إيه اللي بيحصل، وبيجي وحش وبيدوس على كاجي، وفي اللحظة دي بيوصل لسويورا وبيبقوا شايفين البشر على إنهم وحوش، وقبل ما يضربوا عليهم ناري بيقف في وشهم ويورا بتقول له يبعد، وتسو بيعرفوا إنهم لازم يدمروا كل الأوني، لكن ناري بيصرخ وبيقول لهم إنهم بشر زيهم، وناري بيسمع صوت سيو وهو بيقول له ليه بيتدخل، وناري بيسأله اللي بيحصل وإزاي الوحوش اتحولوا لبشر، وسي بيعرفوا إنه بالنسبة له الوحوش بشر، وبيمسك سي إيد ناري ومش بيلاقي العلامة، وساعتها ناري بيتعصب على سي وبيسأله لو ده سحر، وإنه لو اللي شايفه وهم، وسي بيشرح له إن ده تقليص وده قانون الطبيعة، وناري بيغضب وبيسأل سي لو هو السبب في كل اللي بيحصل، ولسه ناري بيتكلم فجأة السيف بيتغرس في جسمه بطريقة بشعة، وبتطلع يورا واللي بتبقى شايفة إنه ناري وحش مش بشري، وسي شايف كل ده بدم بارد ولا بيتحرك، ناري بيبقى سايح في دمه وبيموت، وبيبان إن موت الناس قوة الأقوياء، وللأسف ناري بيخسر في العالم ده كمان.